يا اهلا وسهلا بكل الاوتاك والاساطير. معاكم النهارده في ملخص انمي ماش للموسم الاول، لكن قبل ما نبدا ما تنسوش تدعمونا بلايك جامد وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عالم الانمي الممتع. ويلا بينا نبدا. وده بقى عالم السحر، عالم كل حاجه فيه بتتم بالسحر، الطبخ بالسحر، الطيران بالسحر، الشغل بالسحر، وحتى الضحك والهزار ليهم سحرهم الخاص. السحر هنا مش مجرد قوه، ده اسلوب حياه، وكل ما كنت اقوى واشطر في استخدامه كل ما مكانتك وسط الناس كانت اعلى. لكن بعيد عن كل ده وخلف أسوار المدينة في شخص واحد بس قرر يتحدى قوانين العالم ده كلها. جهز نفسك لأن أنمي النهاردة مش مجرد كرتون عادي. في أعماق الغابة بعيد عن عيون البشر كان عايش راجل عجوز هادي ورايق عنده 75 سنة. الراجل ده كان متهور جدا في شبابه، لكن مع السنين عقل وبقى أهدي وتعلم طرق كتير تساعده يواجه التوتر ويحافظ على أعصابه. بس كل الكلام ده طار في الهوا أول ما باب البيت اتخلع مرة واحدة. العجوز اتنطط من مكانه وهو بيزعق: يا ابني، هو لازم تكسر الباب كل مرة عشان تدخل؟ فرد عليه مش بمنتهى البرود: معلش يا جدي، نسيت هو الباب بيتفتح بالسحب ولا بالدفع؟ العجوز بصله باستغراب وقال: يا ابني، انت بقالك كام سنة عايش هنا؟ قال: ماشي، حقك علي يا جدي، هصلحه. لكن بدل ما يصلحه فضل يخبط فيه لحد ما دمره تماما. العجوز مسك دماغه وقال: اقعد يا ماش، بالله عليك ما تعملش اي حاجة. وبعد شوية قعدوا يشربوا الشاي، وماش سأل جده ليه بيخليه يتمرن كل يوم بالشكل ده. لكن العجوز تهرب من الإجابة وقال له: ما تشغلش بالك بالحكاية دي. وبعدها قام وقال: أنا خارج مشوار وأوعي تكسر الباب تاني، والأهم من كده ما تروحش المدينة أبدا يا ماش. لكن إحنا عارفين طبعا إن فطاير الكريمة بالنسبة لماش أهم بكتير من نصايح جده. عشان كده نزل المدينة مخصوص يشتري فطاير الكريمة، ومن كتر حماسه ماسك العملات المعدنية في إيده فعجنها كلها في ثانية. بائع الفطاير اتصدم وقال: إيه ده نوع جديد من السحر ولا إيه؟ فرد عليه ماش بكل بساطة: ما تخافش. وخد العملات وعدلها بإيده كأن حاجة ما حصلتش. قوة مرعبة فعلا. لكن المرعب أكتر إن كل الناس بدأت تبصله بخوف ورعب أول ما شافت وشه. أما ماش فكان واقف مستغرب ومش فاهم الناس كلها بتبصله كده ليه. الخبر بدأ ينتشر في المدينة كلها ووصل لحد رئيس الشرطة بنفسه. وفي الوقت ده كان ماش راجع البيت وهو شايل الفطاير، لكن فجأة خبط في ضابط شرطة سكران. الضابط اتعصب وقال: عاجبك اللي عملته ده؟ أنا ضابط في الشرطة السحرية، بسهر وبحمي الناس، ومرتبي أصلا على قد الحال، ومحدش حتى بيقول لي شكرا. إيه؟ شكلك عايز تتخانق كمان؟ طب هتعمل إيه في البدلة اللي بوظتها دي؟ لكن ماش بكل هدوء رد عليه: هات البدلة، هغسلها وأرجعها لك زي ما كانت. في اللحظة دي وصل رئيس الشرطة واتفاجئ بمساعده واقف من غير بدلة، بينما ماش قاعد بياكل بكل برود وكأن مفيش أي حاجة حصلت. ولسه رئيس الشرطة هيكلمه ظهر الراجل العجوز فجأة، خطف ماش وجري بيه بسرعة رهيبة كأنه حصان جامح. رئيس الشرطة استخدم السحر عشان يتابعهم، بينما الراجل العجوز كان بيزعق في ماش طول الطريق: النهارده هتتدرب زيادة عقاب ليك عشان ما بتسمعش الكلام. وماش كالعادة راح يتمرن من غير اعتراض. لكن من المرة دي الشرطة كانت عرفت مكانهم بالفعل، وما إن قربوا من البيت سمعوا أصوات رجال الشرطة محاصرين المكان. كانوا ماسكين الراجل العجوز وبيعتدوا عليه وبيقولوا: أي حد مش بيستخدم السحر ما ينفعش يعيش وسطنا، قول لنا الواد فين وساعتها ممكن نسيبك تعيش. في اللحظة الصعبة دي الراجل العجوز افتكر ماضيه المؤلم، افتكر إزاي كان فاشل طول حياته من وهو صغير لحد ما كبر، وكل حاجة كان بيحاول يعملها كانت بتفشل. وصل بيه اليأس لدرجة إنه فكر ينهي حياته. لكن في يوم سمع صوت طفل رضيع بيعيط. لما قرب لقى طفل مرمي في الشارع وأهله متخلين عنه لمجرد أنه تولد من غير علامة سحر. من يومها قرر يتبناه ويبعد به عن الناس كلها. عاشوا سوا في الغابة بعيد عن أهل المدينة وشرطة السحر عشان يحميه من القسوة والاضطهاد. لكن الذكريات وحدها مش هتنقذه دلوقتي. وسط الضرب والعذاب الراجل العجوز صرخ بأعلى صوته: أهرب يا ماش! كان مستعد يضحي بنفسه بالكامل عشان ينقذ ابنه، بينما رئيس الشرطة المتجبر كان ناوي يخلص عليه من غير أي رحمة. وقبل ما رجال الشرطة يخرجوا يدوروا عليه فجأة بيلاقوا واحد من العساكر طاير في الهواء وعدى من الناحية التانية، والتاني لسه جاي يفتح بقه ويقول البدلة إلا ومش قاطعه هو كمان وبعته يطير جنب صاحبه. رئيس الشرطة اتعصب جدا وقرر يستخدم قوته السحرية، وفي لحظة جهز تعويذته وضربها بكل قوته في المكان كله انفجر. لكن الصدمة إن ماش كان واقف سليم وكأن ولا حاجة حصلت. رئيس الشرطة بقى مش مصدق اللي شايفه وقال: إيه الولد ده صد تعويذتي كأنها ناموسة، مع إن التعويذة دي قتلت تنين قبل كده، مستحيل يكون بني آدم عادي. ورغم كده قرر يجرب مرة تانية. جهز تعويذة أقوى وقال إن الضربة الجاية هتنسف المكان كله. أول ما أطلقها ماش وقف قدامها بكل بساطة، لو كمان قعد يلعب بيها كأنها كرة. ساعتها رئيس الشرطة حس بإهانة عمره ما شاف زيها، فقرر يستخدم أقوى تعويذة عنده. لكن قبل ما يلحق ينفذها ماش رمى عليه العصاية السحرية بتاعة جده
فكسرت التعويذة واخترقت الحيطة زي السهم. الضابط كان مصدوم، والراجل العجوز اتصدم أكتر. وبعد شوية الضابط قال لماش: هنتفق اتفاق، كل سنة بيختاروا طالب مميز في السحر وبيكون ليه مكانة كبيرة وامتيازات كتير. لو دخلت مدرسة السحر هنسيبك تعيش أنت وجدك في سلام، لكن لو رفضت هنفضل نطاردك طول حياتك. عشان يحمي الراجل العجوز اللي رباه واعتنى بيه طول عمره، ماش وافق في النهاية. وبكده بيتوجه إلى أكاديمية إيستون للسحر، واحدة من أصعب مدارس السحر في العالم. المدرسة صعوبتها مرعبة لدرجة إن الثالابريمين بس من المتقدمين بيقدروا ينجحوا في اختبارات القبول، ومفيش مكان فيها غير لأصحاب المواهب السحرية الاستثنائية. وفي نفس الوقت كان البروفيسور كلاود لوتشي بيتابع أفضل مستخدمي السحر وهم بيستعدوا وبيذاكروا للامتحان المنتظر. بس ماش كالعادة كان قاعد بيرفع حديد، ومش بس كده، ده كمان ماسك كتاب عن العضلات وبيذاكر فيه. يا أخي على الأقل افتح كتاب سحر قبل الامتحان بدل الهوس ده كله. وفجأة بنشوف 2 واقفين وراه شكلهم مريب جدا، لكن مش مشكلة لأن الكل متأكد أصلا إنه هيسقط في الامتحان. بعد شوية البروفيسور بيظهر من وسط النيران بطريقة استعراضية، والطلبة كلها قاعدة تسقف له وتنبهر، إلا ماش ولا كأن حاجة حصلت. البروفيسور يكمل عرضه ويطلع المقاعد من تحت الأرض، وبعدها ينزل أوراق الامتحان من السماء. بصراحة منظر خرافي، لكن ماش بكل برود يبصله ويقول: ما كنت ممكن تجهز المكان من الأول وخلاص؟ الجملة دي كانت كفاية إنها ترفع ضغط البروفيسور، والراجل حلف جواه إنه لازم يسقطه بأي طريقة. وبيبدأ الامتحان، لكن المشكلة إن الكلام اللي في الورقة بيتحرك بشكل غريب، والمطلوب إنك ترتب الأسئلة وتثبتها عشان تعرف تحل. الطلبة كلها اتوترت ومش عارفة تعمل إيه، أما ماش فكان له رأي تاني خالص. بكل بساطة بص للأسئلة وهددها، ومن كتر الرعب الأسئلة ثبتت نفسها وحلت نفسها بنفسها. البروفيسور أخذ الورقة واتصدم، والأسئلة واقفة في أماكنها بمنتهى النظام كأنها 1000 مستقيمة، وفضل ماشي يعدي اختبار ورا اختبار بنفس الطريقة، مستخدما قوته الجسدية الخارقة بدل السحر. الكل مستغرب ازاي واحد بالشكل ده وصل للمرحلة دي أصلا، لكن لسه الامتحانات ما خلصتش. الاختبار اللي بعده كان عبارة عن متاهة ضخمة مليانة فخاخ وعبات، واللي يقدر يخرج منها قبل مرور 30 دقيقة يعتبر ناجح. وأثناء ما ماش داخل المتاهة قابل بنت كانت مرعوبة وطلبت تمشي معاه عشان تحس بالأمان، وماش وافق عادي جدا. المضحك بقى إن البنت كانت كل شوية تقع في فخ جديد، بينما ماش كان ماشي وسط المتاهة وكأنه يتمشى في حديقة، متجاوز كل العقبات بمنتهى السهولة، وكأن الفخاخ دي معمولتش عشانه أصلا. قبل ما ماشي يوصل للنهاية، ليمون استخدمت السحر وكلبشته وقالت له: أنا آسفة إني خدعتك طول الفترة اللي فاتت، بس كان عندي سبب يمنعك توصل لهدفك. لكن ماش رد بكل هدوء: وأنا كمان عندي سبب يخليني أكمل. وفجأة كسر القيود بكل سهولة، وفي نفس اللحظة ظهر حارس المتاهة. ليمون اتجمدت من الخوف وما قدرتش تتحرك، وكانت عارفة إنها لو ما حلتش اللغز هتسقط، فاستسلمت للأمر الواقع وقالت إن ده عقابها لأنها خدعت ماش. لكن ماش ما سابهاش وانطلق ينقذها، وبضربة واحدة أسقط حارس المتاهة. طيب إزاي قدر يخلص المتاهة قبل ما الوقت يخلص؟ لو بتسألني واحد بالقوة دي هيعمل إيه؟ ببساطة كسر الحيطة وعدى منها. الطلاب كلهم اتعصبوا وفضلوا يصرخوا: ده غش، إزاي يعدي من الحيطة كده؟ وفي اللحظة دي ليمون ما قدرتش تسكت وقالت: كفاية، أنا اللي وقفت في طريقه لأن البروفيسور وعدني إنه هينجح ولو عملت كده، ومع ذلك ماش هو اللي أنقذني. وطبعا هي كانت متخيلة إنه هيطلب منها الجواز، لكن الحقيقة إنه كل اللي عمله إنه عرض يساعدها تمشي لأنها كانت مش قادرة تتحرك. أما البروفيسور فكان عامل نفسه صاحب القرار، وقال: أنا اللي بحط الامتحانات ومن حقي أسقط أي طالب أنا عايزه. وبعدين بص لهم باحتقار وقال: انتوا الاثنين، واحد غبي والتانية فقيرة، أنا اديت لك فرصة لكنك خنتي ثقتي، وعشان كده هسقطكم انتوا الاثنين. وبدأ يحضر تعويذة سحرية قوية وهو بيقول: لو عايزين تفضلوا في الأكاديمية دي لازم تتحدوني الأول. وكان على وشك يطلق التعويذة اللي هتفجر المكان كله، لكن مش مستناش ثانية وكسر العصاية السحرية بكل سهولة. بصراحة حتى أنا ما كنتش متوقع إنها تخلص بالسهولة دي. في اللحظة دي داخل المدير وقال للبروفيسور: من النهاردة أنا اللي هحقق معاك، وتعالى على مكتبي. وبعدين أخذ ماش علشان يبدأ معاه المقابلة الأخيرة. المدير سأله: ليه اخترت الأكاديمية بتاعتنا؟ فرد ماش بكل بساطة: عشان أعيش في سلام مع عائلتي. الإجابة ما عجبتش باقي المدرسين، لكن المدير كمل وسأله: ليه أنقذت البنت في المتاهة مع إنك كنت ممكن تسقط؟ إيه كان هيحصل لو الحارس كان أقوى منك، أو لو ما عرفتش تكسر الجدران؟ ماش رد من غير تردد: حتى لو فكرت في كل ده كان لازم أتصرف. فسأله المدير سؤال أخير: ولو قابلت حد أقوى منك بكتير هتعمل نفس الحاجة؟ حتى لو كان الشخص ده أنا. المدير استخدم تعويذة سحرية وقال لماش: دي تعويذة بتاخد روح أعز شخص عندك وتحطها جوه دمية، ولو السهم ده اخترق الدمية جدك هيموت في الحال. من غير ما يتردد ماش حاول يوقف التعويذة،
لكن أول ما لمس السهم إيده غرقت في الدم. المدير ابتسم وقال: مش قلت لك إن أخوك أضعف منك بكتير؟ لكن ماش عمل حركة مستحيلة ومسك السهم من رأس المدبب بإيده العارية. وقتها المدير اتصدم وقال له: أنت فعلا شخص يستحق قوته لأنك بتستخدمها في الخير. وبعدين اعتذر له وقال: أنا آسف، ده كان مجرد اختبار وما كانش عندي أي نية أقتل حد عزيز عليك. ماش رد بكل هدوء: ولا يهمك، بس لو اضطريت أواجهك بجد هطلع أحشائك بإيدي يدول. وبكده قدر ينقذ جده من الموت واتقبل رسميا في مدرسة السحر. أول درس كان عن فتح الأقفال بالسحر. المدرسة عملت تعويذة علشان تفتح القفل، لكن التعويذة فشلت وفي الآخر كسرت القفل وخلاص. ولما شفت ماش عملت له محاضرة: إيه اللي جابك هنا أصلا؟ إزاي مش بتعرف تستخدم السحر وإنت في مدرسة سحر؟ وفي نفس الوقت واحد من الطلبة كان بيدعي ربنا إنه ما يبقاش زميل ماش في الأوضة. لكن أول ما وصل لقى باب الغرفة مخلوع وكلنا عارفين مين اللي عملها. بعدها تعرفوا على بعض وماش سأله: إزاي أبقى مستنير السماء؟ فين شرح النظام وقال: لازم تجمع عملات ذهبية من كل اختبار. كل اختبار بيتقيم بعملة ذهبية أو فضية أو برونزية، والطالب اللي يجمع أكبر عدد من العملات الذهبية يبقى مستنير السماء، لكن لو درجاتك قلت هتترفد من المدرسة. طبعا ماش كان عنده طريقته الخاصة في حل أي مشكلة بفطيرة الكريمة. وهكذا بدأت رحلة ماش داخل مدرسة السحر، رغم إنه أصلا ما يعرفش يستخدم السحر. وأول مهارة كان لازم يتعلمها هي الطيران. ماسك المكنسة وحاول يستخدم السحر، لكن كالعادة ما اشتغلش، فقرر يعتمد على قوته البدنية بدل السحر. ساعتها واحد من الطلبة قال له: أنت غشاش. وماش رد بكل برود: خلاص، تعال نتسابق واللي يخسر ينفذ أوامر التاني طول السنة. وأول ما البداية تطلقت ماش اختفى من قدام الكل، وفي لمح البصر كان واقف عند خط النهاية. إيه السرعة المجنونة دي؟ ده كسر الرقم القياسي. هو حد الحق يشوف حصل إيه أصلا؟ أنا هقولكم. ماش رمى المقشة في الهواء وبعدها نط وراها بسرعة رهيبة ولحقها وهو طاير وركبها في الجو. يخرب بيت الجمدان. بعد السباق جهله واحد شكله متنمر المدرسة اسمه لويد كفيل وقال له: انت سرعتك جامدة جدا، ايه رأيك نبقى صحاب؟ ماش رد عليه بكل برود ملفوف بالبطاطا. لويد ضحك وقال: انت دمك خفيف، خلاص نتقابل بعد الدرس في نفس المكان. وبعدها على طول مسك الولد اللي خسر السباق والنهال عليه ضرب. وبعدين بنعرف ان لويد جاي من الإعدادية ومفيش حد في المدرسة يقدر يقف قدامه لأنه ابن شخصية كبيرة في ديوان السحر. عشان كده أي حد يعمل معاه مشكلة بيتطرد، ودي مش أول مرة يتسبب في طرد طالب، لأن نائب المدير قريب جدا من عيلته وحتى بعد الطرد بيفضل يضايق الناس. بعد المدرسة ماش راح ياكل أكلته المفضلة وهو بيفتكر تهديد رئيس الشرطة ليه ولجده، لكن كان ناسي حاجة مهمة. لويد المتنمر كان مستنيه وما كانش ناوي يسيبه في حاله. وتاني يوم ماش لقى كتبه كلها متقطعة، ولويد قال له بكل غرور إنه يقدر يخلي نائب المدير يطرده في أي لحظة، لكن بشرط يشتغل خدام عنده وينفذ كل أوامره. ماش فضل ساكت. واليوم اللي بعده اتكرر نفس الموضوع، ولما رجع لقى كتبه متقطعة تاني. هنا فين ما قدرش يستحمل أكتر واعترف إن هو اللي قطع الكتب لأنه كان خايف من لويد وخايف هو كمان يطرد من المدرسة. لويد قال له: المرة الجاية هتحرق هدومه. لكن فين رد وهو مرعوب: أنا مش هقدر أعمل أكتر من كده. التنمر زاد ولويد فضل يضرب في فين بكل أسوأ. أول ما ماش شاف صاحبه بالحالة دي جري يطمن عليه، وفين قال له وهو حاسس بالذنب: رغم إنك كنت دايما كويس معايا، أنا خوفت من لويد وعشان كده عملت اللي عملته، أنا آسف. لكن قبل ما يخلص كلامه لويد قاطعه بكل برود وقال: أنا رايح أتعشى مع نائب المدير. إيه يا ماش، تحب تيجي معايا؟ واستغل الفرصة. وقبل ما الولد يكمل كلامه ماش هجم عليه فجأة، ماسكه من شعره ومرمط وشاف في التراب، وبعدها أداله خبطتين جامدين عشان يفوق. الولد بصله بخضة، فماش قاله: أنت ممكن تتطرد بسبب اللي عملته. الولد رد بكل برود: وفين المشكلة؟ وفجأة ظهر نائب المدير بنفسه وقال بغضب: أنا شفت كل اللي حصل، دي جريمة، إزاي تضرب طالب بالشكل ده؟ وبعدين الولد ده أبوه شخصية مهمة. لكن قبل ما يكمل كلامه ماش أداله شلوت مباشر في وشه وقال: أنت فاكر نفسك مين؟ نائب المدير اتعصب وقال: أنت طالب عادي وأنا أقدر أطردك في أي لحظة. ولسه كان هيستخدم تعويذة سحرية، لكن ماش رمى تراب في بقه وبعدها شاله ورزعه في الأرض لحد ما بقى مدفون فيها زي المسمار. الراجل فضل يزعق: أنت بتعمل إيه؟ فاكر إنك هتفلت من اللي عملته؟ ماش رد بمنتهى الثقة: لو أنت تقدر تطردني في أي وقت فأنا أقدر أدفنك في أي وقت. وطبعا المصيبة دي ما عدتش على خير. بعدها على طول ماش لقى نفسه واقف قدام مدير المدرسة. المدير قال له: أنت عارف أنت هنا ليه؟ ماش رد بمنتهى البراءة: عشان عملت فطاير في المطبخ من غير إذن. المدير مسك دماغه وقال: يا ابني بطل هبل، أنت دفنت نائب المدير في الأرض ومسك طالب مهم وعجنته ضرب. وبعدين كمل: دلوقتي ديوان السحر بنفسه بعت قرار بطردك.
وانت اكيد عارف ان ديوان السحر هو اعلى سلطة في البلد، وهو اللي بيتحكم في كل حاجة، وكمان هو اللي بيختار مستنير السماء. والولد اللي ضربته ده من ابن واحد من اهم اعضاء الديوان، فالموضوع مش سهل. لكن المدير سكت لحظة وبعدين قلب ابتسامة. بس اللي ما ينفعش نسكت عليه بجد اننا نخسر شاب طيب زيك دايما بيساعد الناس. في الزمن ده السلطة بقت اهم من اي حاجة، والناس الطيبة بقوا قليلين جدا. وبعدين قرب منه وقال عشان كده هقولك ازاي تقدر تبقى مستنير السماء. الموضوع بسيط، لازم تجتهد في دراستك وتجمع اكبر عدد من العملات، ولما تحقق الشروط هتقدر تترشح للمنصب. وخلص المدير كلامه ومش فضل واقف بيفكر في اللي مستنيه بعد كده، ومش لسه خارج من مكتب المدير وفجأة بيقابله طالب اسمه توم نولس وبيقولوا لازم تنضم لفريق المدرسة في لعبة الدو. مش استغرب وقال بس انا اصلا معرفش اركب المكنسة. توم ضحك وقال بلاش تواضع، هستناك في الملعب. وفعلا مش بينضم للفريق. ولعبة الدو بكل بساطة عبارة عن انك تركب مكنسة وتدخل الكورة في مرمى الخصم. الماتش بيبدأ وسط حماس نار، لكن مش واقف على الأرض والجمهور عمال يرمي عليه زبالة ويسخر منه وهو سرحان وبيفتكر كلام جده. فجأة توم بيزعق له يا ابني، مش أنت اللي قلت إننا لازم نبقى رقم واحد؟ مش بيرد باستغراب أنا ما قلتش حاجة. توم يكمل نسيت وصية جدك، لازم تبقى زي الخيزران تستحمل أي ظرف وما تتكسرش. وبعدين بيشرح له قوانين اللعبة بسرعة. كل اللي علينا إننا ناخد الكورة ونحطها في الجون، وأنا مكرس حياتي كلها للدو وعشان كده اخترتك معانا. لكن قبل ما يكمل واحد من الفريق المنافس يخبط توم جامد ويوقعه على الأرض وهو متصاب. هنا ماش بيتعصب لأول مرة ويبص للعيال اللي حواليه ويقول خلاص جاء وقت الحساب. وفجأة يطير بالمكنسة، بس مش بالسحر، كان بيحرك رجليه بسرعة رهيبة زي مروحة الهليكوبتر. يخطف الكورة ويبصلها بثقة ويقول حان وقت الجلد. يسدد تسديدة مرعبة، الكورة بتطلع كأنها مدفع تعدي بسرعة خرافية وتخترق كل اللي قدامها وتدخل الجون مباشرة. لكن الفريق لسه متأخر ب 49 نقطة والكل بيقول مستحيل نرجع. وفجأة الكورة بترجع تاني. ماشي يستخدم قوة أصابعه ويسدد كرة مقوسة بطريقة مستحيلة والكل واقف مذهول. وكل ما الكرة ترجع يعيد نفس الحركة لحد ما محدش بقى قادر يوقفه والجمهور كله بيتفرج في صدمة. وفي النهاية ماشي يقلب النتيجة ويكسب الماتش ويحطم رقم قياسي جديد، وكمان يحصل على عملة فضية كمكافأة. تاني يوم وهو قاعد في الفصل بيسمع دوشة وصريخ زمايله، وفجأة يدخل شاب اسمه لانس كراون وكان شكله مرعب وعنده خطين مميزين على وشه. لانس يبص لماش ويقول بابتسامة غريبة تعال نلعب لعبة مثلية. وبعدين يطلع زجاجة سحرية ويحبس جواها زمايله قدام عينه، وقبل ما يمشي يرمي له تحدي ويقول لو عايز تنقذ أصحابك قابلني في الغابة. وفعلا بيوصلوا للغابة. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل المعركة لازم نعرف ليه لانس عنده علامتين على وشه. أغلب الناس في عالم السحر بيتولدوا بخط واحد بس، لكن في نسبة قليلة جدا بتتولد بخطين، والنسبة دي 1 من كل 10,000 شخص، وده معناه إن لانس ساحر مرعب وقوته فوق الطبيعي. المهم نرجع للفايت. لانس بيقول لماش نعمل صفقة، نفضل نضرب في بعض لحد ما واحد فينا يتعب. لو انت كسبت هتاخد عملتك، ولو انا كسبت هاخد عملتك. وبالمناسبة مفيش رفض لان ايدي اصلا ماسكة دراعك اللي بيوجعك. ماش بيوافق ويقول له يلا نبدأ. في ثانية لانس بيطلع عصايته السحرية ويستخدم قدرته الخاصة وبيغير شكل المكان كله عشان يبقى مناسب للقتال. تبدأ المعركة وماش كالعادة هجم قبضته، لكن المرة دي خصمه مش سهل. لانس بيستخدم سحر الجاذبية وفجأة ماش بيتثبت في الأرض ووشي يبقى في التراب. ولانس يقف يستهزأ بيه ويقول انت بجد فاكر انك هتهزمني من غير سحر؟ الحثالة اللي زيك مستحيل تقف في طريقي. لكن لانس كان ناسي اهم حاجة، ان ماش مش محتاج حتى يقف على رجليه. فجأة ماش بيضرب الأرض بإيده بكل قوته، فتطلع جذور الأشجار وتشيل الأرض نفسها من مكانها، وبعدها ينطلق ناحية لانس زي الصاروخ. لانس يحاول يستخدم سحره مرة تانية لكن من غير أي فايدة. ماش بقى صلب زي الصخر وأسرع من أي وقت فات، ويفضل يوجه له ضربات متتالية ولانس ينجو منها بالعافية. وفي وسط الخناقة قلادة لانس تقع على الأرض. ماش يفتحها ويتفاجئ بصورة بنت صغيرة جواها، فيبص له ويقول إيه يا عم، أنت خاطف أطفال ولا إيه؟ لانس يتوتر ويقول بسرعة لا طبعا، هات القلادة دي. ماش يبص له باستغراب فيسأله لانس تعرف إيه أغلى حاجة في الدنيا؟ ماش يرد بكل ثقة فطاير الكريمة. لانس يهز رأسه ويقول لا، أغلى حاجة في الدنيا هي أختي الصغيرة. وبيفتكر لانس قصة أخته الحزينة وإزاي كانت دايما بتخاف عليه وبتحبه جدا، لكن للأسف أصابها مرض خطير بدأ يسحب منها قوتها السحرية واحدة واحدة، والدكاترة قالوا إن فاضل حوالي 5 سنين وهتبقى بنت عادية من غير أي سحر. والأسوأ من كده إن أهلها يضطروا يسلموها للحكومة بسبب القوانين الظالمة اللي بتتعامل مع الناس اللي بيفقدوا سحرهم. ومن ساعتها لانس حلف إنه يبقى مستنير السماء
عشان يقدر يغير القوانين دي وينقذ أخته وكل اللي زيها. المهم لانس أخذ الإزازة السحرية وراح واقف عند حافة الوادي وقال هرمي الإزازة دي واستخدم سحري عشان تقع بسرعة. لكن أول ما بص لقى ماش بيسخن عضلاته وكأنه ناوي ينزل يجيبها. استغرب وقال هو ده مجنون ولا إيه؟ مستحيل يلحقها قبل ما تقع. لكن المستحيل بالنسبة لماش عمره ما كان موجود. وفي لحظة جهز نفسه واستخدم سحر العضلات الخاص بيه وانطلق زي الرصاصة. وقبل حتى ما أي حد يستوعب اللي حصل كان راجع تاني والإزازة في إيده. ساعتها ماش قال للإنس كفاية كده؟ أنت طيب، والإزازة أصلا كانت فاضية، يعني ما كانش عندك نية تقتل حد. وبعدها خد منه الإزازة بسرعة، وبكده القتال انتهى. لانس اعترف بهزيمته وسلم لماش العملة الفاضية اللي كان راهن عليها. وماش اتعلم درس جديد، وهو إن كان المفروض يفتح الإزازة من الأول عشان يسمع صياح أصحابه. وقبل ما نكمل لازم نعرف حاجة مهمة عن مدرسة إيستون. المدرسة فيها 3 فرق رئيسية، وكل طالب بيتوزع على واحد منهم حسب شخصيته وصفاته. فريق أدلر بيمثل الشجاعة والإيمان، وفريق أوركا بيمثل الحكمة والمعرفة، أما فريق لانج فبيمثل القوة والطموح. وكل فريق هدفه إنه يطلع أفضل ما عند أفراده. ولو بتسأل ماش في أنهي فريق، فهو موجود في مبنى أدلر، وتحديداً في أوضة رقم 302. وهناك كان هو وفين قاعدين بيتكلموا. ولكن قبل ما يبدأوا الباب خبط فجأة ودخل لانس وهو متعصب وقال إيه يا متخاذلين، لسه ما عملتوش الواجب؟ انتوا كده هتبوظوا سمعة مبنى أدلر. في اللحظة دي مش لمح القلادة اللي لابسها لانس وشاف فيها صورة أخته. فجأة لانس اتوتر واتخبط دماغه في الحيطة، لكن في الآخر قرر يساعدهم. راحوا المطبخ ولانس طلع الفجلة السحرية، ودي فجلة غريبة جدا بتفضل تصرخ وتتحرك من غير أي سبب. وقال لهم لو عرفتوا تسيطروا عليها هديكم مكونات سحرية نادرة تخلصوا بيها واجب الجرعات. لانس مسك العصاية وجرب يسكتها بالسحر لكن فشل. مش قال له سيبها عليا. أول محاولة خلتها تصرخ أكتر، لكن في الثانية نجح يسيطر عليها. ولما رجعت تهنج تاني مش أنهى الموضوع بقلم واحد والفجلة سكتت خالص. بعدها جه وقت الطبخ. لانس قطع الفجلة وطبخها باحتراف كأنه شيف محترف. أما ماش ففكر الموضوع سهل فقطعها وحطها في القدر، والنتيجة اتحولت لفطيرة بالكريمة. لانس حاول يشرح له الخطوات من أول وجديد، لكن النتيجة كانت نفس الفطيرة بالكريمة. وفي اليوم اللي بعده بدأ درس جديد هيشارك فيه طلاب مبنيي أدلر ولانج. وفي الوقت ده ظهر طالب اسمه دود باريت داخل عامل نفسه نجم وقال أنا نمبر 1، أنا الأساس والباقي كله شنط وأكياس. لكن ولا حد عبره. بالعكس البنت ليمون بصت له وقالت خليك في حالك يا أبو العيال. فاتفاجئ واتكسف قدام الكل. وبعدين كملت كلامها وقالت إنها انضمت لمدرسة السحر لأنها بتكره الشباب الوسيمين وعايزة تتخلص منهم. والكلام الغريب ده برضه محدش اهتم بيه. وفجأة الأستاذ وصل وقال اسمعوا كويس، مبنى أدلر ومبنى لانج هيشتغلوا مع بعض في الدرس ده. مهمتكم إنكم تصطادوا عقارب الغابة. وأوضح إن أغلب العقارب معاها عملات برونزية، لكن فيها عقارب أقوى بكتير بتحمل عملات ذهبية وتقدروا تميزوها من الأحجار اللي على جسمها. أما مستخدمو السحر العاديين فمستحيل يقدروا يهزموا العقارب دي. لكن أنتم مش طلاب عاديين، أنتم طلاب مدرسة إيستون. فجأة واحد من طلاب السنة الثانية يطلع ويضرب ماش بالسحر، والأستاذ أصلا ما كانش واخد باله. لانس يمسك ماش بسرعة ويقول له ما تتعصبش، الواد ده مؤذي أصلا، ضرب طلبة ومدرسين كتير قبل كده بس ما حدش بيطرده لأنه موهوب جدا في السحر، أغلب ولاد مبنى لانج كده. ماش يرد بكل هدوء أنا بس كنت خايف يفعص فطيرة الكريمة اللي في جيبي. بعدها يدخلوا الغابة ولانس يشرح لهم إنهم لازم يشتغلوا كفريق لأنهم لسه ما يعرفوش قوة العقارب اللي جوه الغابة. لكن ماش كان في عالم تاني خالص لأنه كان تايه أصلا. وفي الناحية التانية داود كان ماشي وبيتكلم بثقة ويقول لو شفت الواد مش ده هعمل فيه وهسوي. لكن أول ما شافها على الحقيقة فضل يصرخ من الرعب، فماش أداله قلم محترم وقال له اسكت. وفجأة يسمعوا صوت بنت بتصرخ. يجروا ناحية الصوت ويلاقوا واحد بيحاول يعتدي عليها، لكن دوت يتدخل فورا ويستخدم سحر النار بتاعه وينقذها. وأول ما البنت قالت له شكرا الواد وقع في حبها من أول كلمة. لكن اللي دوت ما يعرفوش إن البنت دي كانت بتستعمل سحر للتحكم في المشاعر. فضلت تحاول تستخدمه على ماش مرة واتنين وحتى زودت قوتها السحرية، لكن ماش ولا كأنه حاسس بأي حاجة. ولما فشلت غيرت الخطة وقعدت تعيط وتعمل دور الضحية، وقالت لهم إن في طالب في السنة الثانية اسمه سيلفا متمر ومؤذي وبيجبرها تستخدم سحرها ضد الناس وهي مش عايزة تدخل في المشاكل. دوت انتفخ وقال لو شفتوا بس هدغدغه. لكن قبل ما يكمل كلامه الأرض كلها اتفجرت تحت رجليهم وظهر سيلفا بنفسه وقال تعال بقى، كنت عايز تضرب مين؟ أنا عمري ما شفت عيل مغرور إلا وربيته. دوت ما استناش وفجأة فجر المكان كله بصواريخ نارية والدنيا اتملت دخان،
للحظة افتكروا إن سيلفا خلص، لكن أول ما الدخان اختفى ظهر وهو محمي بكتلة ضخمة من الكريستال، وفي ثانية ضرب دوت بضربة قوية. في اللحظة دي دوت استوعب فرق القوة بينهم. سيلفا قال له هديك فرصة، استحمل 5 ضربات من سحري وأنا هسيب البنت في حالها، وكمان هديك عملة فضية. دوت وافق فورا وقال دي مجرد 5 ضربات، لكن سيلفا ضحك وقال وفين رأس الفطر اللي معاك؟ هو كمان هياخد الضرب. دوت رفض وقال ملوش ذنب، أنا اللي هاخد الضرب كله. وبدأ التحدي. أول ضربة ودمه نزل، الثانية والثالثة والرابعة، وكل مرة كان بيقف بالعافية. ولما جت الضربة الأخيرة المفاجأة إنه لسه واقف على رجليه. سيلفا اتصدم وقال إيه اللي مخليك واقف بعد كل ده؟ لكن بعد ثواني دوت وقع على الأرض من شدة الإصابات. سيلفا قرب منه وقال أنت غبي، أنا عجنتك بالسحري، إزاي كنت فاكر إنك هتفضل واقف؟ وقال كده وداله ضربة زيادة وهو واقع. وساعتها البنت كشفت الحقيقة وقالت يا ابني أنت مغفل قوي، أنا أصلا كنت مأثرة عليك بسحري بس مش للدرجة دي. ودوت قاعد يسمع الكلام ده ومش ناقص غير يعيط من القهر. أما سيلفا فكان واقف يضحك وفاتح بقها من كتر الشماتة. وفجأة مش طلع فطيرة الكريمة من جيبه وحطها في بق سيلفا عشان يسكته، وقال له بكل هدوء أنت تمديت بما فيه الكفاية، دلوقتي جه دوري. سيلفا ابتدى يتمسخر على دوت وهو ماسكه من هدومه، لكن في نفس اللحظة ماش اندفع ناحيته بسرعة، وسيلفا استعد يرد على الهجوم. وماش بينجو من الهجوم بالعافية، وسيلفا بيبصله بثقة ويقول أنت فاكر إنك هتعرف تهزمني؟ أنا أخدت نجمتين ذهب من أول السنة. وفجأة يبدأ يطلق السحر عليه زي الرشاش. إيه؟ فين قوتك؟ مش كنت لسه عايز تقتلني؟ لكن اللي حصل بعد كده كان صدمة للجميع. ماش بكل بساطة صد السحر بإيده، والسحر اتكسر قدامه زي الإزاز. وسيلفا بيصرخ سحر عضلات الترايسيبس. إيه الهبل ده؟ أول مرة أسمع عن حاجة زي كده. وقبل ما يلحق يستوعب كان كل السحر بتاعه متفتت لأكتر من 50 حتة، وماش بيديله أقوى لقمة ممكن ياخدها في حياته. سيلفا بيقوم وهو متعصب ويهجم بكل قوته، لكن ماش في واحدة من أروع اللقطات في الأنمي يكسر سحره ويكسر ضلوعه معاه. وسيلفا يقع على الأرض ويرجع كمية دم كبيرة وما بقاش قادر يقف. ماشي يقرب منه ويقول بسخرية إيه يا بطل؟ مش أنت من الطلبة المتفوقين؟ أكيد هتستحمل 10 ضربات، لسه فاضل 8. وفجأة ومن وسط الغابة يظهر بصيص أمل، أقوى عقرب في الغابة، أو على الأقل ده اللي كانوا فاكرينه. لكن ماش بكل هدوء يطيروا بإيد واحدة، والعقرب اللي كان مرعب بكل بقى عامل زي صرصار صغير. وبعدين يبص للبنت ويقول معلش أنا مشغول دلوقتي. البنت كانت مرعوبة، وأول ما ماش بص لها انفجرت في العياط واعترفت إن سيلفا هو اللي أجبرها تعمل كده، وماش لأنه قلبه طيب طمنها. وبعدها على طول أداها سوبلكس أسطوري كأنه بروك ليسنر بنفسه. بعدها يرجع لأصحابه، بينما سيلفا يفضل مولع من الغيظ. ومعداش 5 ثواني إلا وكان وقع في حب البنت ليمون. وبعدين بنعرف إن مبنى لانج بيضم نخبة الطلاب وفلسفتهم إن أي شخص ضعيف أو عادي ما يستحقش يبقى موجود في ديوان السحر. والمعركة اللي حصلت دي كانت مجرد بداية للحرب بين مبنى لانج ومبنى أدلر. وقبل ما نكمل لازم نعرف حاجة مهمة. في اختبار الفرز كل طالب بيلبس تاج وحيد القرن السحري، والتاج هو اللي بيحدد أنسب مبنى ليه حسب قدراته السحرية. لكن لما جه دور ماش كان كل اللي شاغل دماغه هو فطائر الكريمة، لدرجة إن حتى الهيكل العظمي المسؤول عن الاختبار بدأ يعرق من التوتر. بس وحيد القرن قرر إنه طالما بيعشق فطائر الكريمة يبقى ينضم لفريق أدلر. نرجع بقى لقصتنا. جماعة لانج عبارة عن 7 طلاب من أقوى وأميز الناس في المدرسة، وبما إن ماش بقى معاه عملة ذهبية فالمفروض يبعد عن لانج ويقعد في السكن مؤدب ومن غير مشاكل. لكن طبعا ماش عمره ما يعمل كده. بدل ما يسمع الكلام قرر يلف المدرسة ويتوه، وفجأة لقى نفسه واقف قدام أقوى عدو واجهه في حياته، باب. وقف قدامه وهو بيفكر في السؤال الأبدي، أدفع ولا أسحب؟ وفي نفس الوقت كان قائد فريق لانج عامل اجتماع عشان يعاقب سيلفا. قال له أنا أديتك فرصة وإنت أديت فرصة لخصمك. الناس اللي المفروض يقودوا العالم ده لازم يكونوا من سلالة نبيلة، أذكياء متفوقين وموهوبين. هم دول بس اللي يستحقوا يعيشوا ويبنوا عالم من غير أخطاء. أنت خيبة أملي، ومن النهاردة مش هتحتاج تفكر تاني. وفجأة تحولوا لدمية خشب وحطوا جنب باقي الضحايا. وفي اللحظة دي بالظبط ماش أخيرا اكتشف حل السؤال الأبدي. راح شال الباب من مكانه وقلعه بالكامل ودخل بيه وسط الاجتماع وهو بيقول بكل برود معلش يا جماعة، نسيت الباب بيتفتح إزاي فقلعته. قائد لانج بصل وقال أنت بقى الولد اللي معاه العملة الذهبية؟ قولي ليه عايز تبقى مستنير السماء؟ رد ماش وأنت ليه عايز تبقى مستنير السماء؟ قال عشان أرجع العالم للوضع الصحيح. ماش سأله يعني تحمي الضعيف وتنشر العدل والرحمة؟ ضحك قائد لانج وقال كل ده كلام فارغ، احنا عايشين في غابة والقوي فيها هو اللي بياكل الضعيف. المجتمع كله بيتجاهل الحقيقة دي،
وإحنا الكائنات الأفضل، وإحنا بس اللي نستحق نعيش. ماش قال بهدوء: يعني في الآخر أنت برضو عايز تعيش في سلام، صح؟ لكن قائد لانج تجاهل كلامه وقال: إحنا عايزين العملة الذهبية اللي معاك. وفجأة رمى عليه دمية سيلفا، لكن ماش عمل حركة بهلوانية سريعة وخبط الدمية في الأرض، وفجأة السحر اتكسر وسيلفا رجع لشكله الطبيعي. قائد لانج استخدم السحر مرة تانية بسرعة وسيطر على ماش وخطف منه العملة الذهبية، وبعدها رماه بعنف في الحيطة. سيلفا قرر ينسحب وشال ماش وداه مكتب الممرضة وهو بيقول: مهما كنت قوي الراجل ده هزمك. وساعتها بقى السؤال: هل ماش كان متهور فعلا ولا خصمه أقوى بكتير مما كانوا متخيلين؟ المهم القائد بص في إيده لقى زرار الدمية بدل العملة الذهبية. إيه اللي حصل؟ هقولك. أول ما العملة الذهبية خرجت من إيد ماش، قلع زرار الدمية بسنانه ونفخه بأقصى قوة ناحية العملة، وبعدها استخدم قوة رؤيته وسحب الهواء بقوة، فتغير اتجاه العملة ورجعت لإيده تاني، بينما الزرار هو اللي راح وقع في إيد قائد فريق لانج وشرب أكبر مقلب في حياته. يخرب بيتك يا ماش، عملت كل ده في ثانية ومن غير ما حد ياخد باله. المهم خدوا سيلفا على المستشفى، ولما فاق لقى ماش قاعد بيتمرن كأن مفيش أي حاجة حصلت. قالوا: أنت بتعمل إيه؟ رد ماش بكل بساطة: بتمرن. فسأله: بما إنك أنقذتني ليه عملت كده؟ أنا كنت عدوك. وقف ماش بمنتهى الجدية وقال: لو واحد منا وقع في مشكلة يبقى كلنا في مشكلة. وبمجرد ما خلص الجملة عض لسانه من كتر الحماس. المهم ماش خرج رايح أوضته، وهناك لقى لانس ودوت ماسكين في خناقة وفين بيزعق فيهم: يا ابني أنت وهو هتكسروا الأوضة. وفجأة ماش دخل وكسر الباب وهو داخل وقال بكل هدوء: أيوة فعلا أنتوا ممكن تكسروا حاجة. بعدها الخناقة هديت، وفي نفس الوقت دخلت عليهم ليمون وهي مرعوبة. قالت لهم: إحنا في مصيبة. راحوا كلهم عند الميزان السحري، وهناك عرفوا إن فريق لانج بقى معاه 15 عملة ذهبية، لأنهم قاعدين يسرقوا العملات من باقي الفرق واحدة ورا التانية. وبما إن فريق أوركا متخصص أكتر في البحث العلمي، بقى فريق أدلر هو الوحيد اللي يقدر يوقف لانج ويواجههم. الأجواء ولعت والكل متحمس للمعركة الجاية. لكن فجأة المدير قرر يعاقب ماش ويحكم عليه ينظف كوخ البوم لمدة أسبوع كامل. وبكده الحماس اتكنسل. ماش راح ينفذ العقوبة، ولانس قرر يروح معاه يحرسه عشان محدش يسرق العملة الذهبية بتاعته. لكن الحماس رجع من جديد، لأن 2 من فريق لانج كانوا بالفعل في طريقهم ليهم. ماش كان قاعد بكل هدوء بينظف كوخ البومة، وفجأة بوابة مائية فتحت تحته وتسحب جواها. السلام عليكم يا شباب، احنا جايين ناخد العملات الذهبية بتاعتكم. طلع إن اللي قدامهم هم العضوين السادس والسابع من مبنى لانج، أولور ونسر. قال واحد منهم بثقة: من الآخر كده انتوا مش قد المنافسة، فالعملات دي بقت بتاعتنا. والتاني قال وهو عامل فيها حكيم: افتكر دايما أي قتال فيه كسبان وخسران. رد عليه ماش في دماغه: ايه يا عم الهبل ده، عامل فيها فيلسوف ليه؟ وفجأة نسر انطلق بسرعة مرعبة وضرب بشفراته. قبل ما لانس حتى يلحق يستخدم سحره، افتكر ان استخدام السحر الجاذبية جوه الكوخ هيقتل البومة، وفي لحظة الشفرة كانت جاية عليه. الموقف كان صعب جدا، لكن نسر رمى شفرتين بدل واحدة، ولانس اضطر ياخد الضربات بنفسه علشان يحمي البومة. ابتسم نسر بسخرية وقال: مش انت من عيلة كراون، العيلة المشهورة بسحر الجاذبية؟ ما كنتش أعرف إن ابنهم ضعيف للدرجة دي. بعدها رمى عليه 3 شفرات مرة واحدة. لانس استخدم سحره، لكن مش علشان يهاجم. استخدم تعويذة بسيطة قلب بيها الترابيزة وفتح كيس أكل البومة علشان تقدر تهرب بأمان. نسر ضحك وقال: فاكر إنك خلصت؟ وفي ثانية لانس استخدم جرافيل فكسر الشفرات ل50 حتة وكسر عظم نسر معاها. وقف لانس بكل ثبات وقال: الناس اللي بتقاتل عشان نفسها عمرها ما هتفهم أنا بقاتل ليه. أنا بقاتل علشان أنقذ أختي الصغيرة. وفي نفس الوقت ماش كان لسه في البحر مع خصمه. الراجل ضحك وقال: انت فاكر هتعرف تهرب من البحر بتاعي؟ لكن فجأة حاجة عدت جنبه بسرعة الصاروخ. ايه ده؟ ازاي واحد بني آدم بيعوم بالسرعة دي؟ ماش وقف قدامه بكل هدوء وقال: انا كنت فاكر اني معرفش اعوم، بس شكرا انك علمتني السباحة. وبدأ يلف حواليه بسرعة اعصار لحد ما خصمه اتعصب وقرر يتحول لشكله النهائي. لكن ماش بمنتهى البساطة فضل يضرب فيه ضربة ورا التانية لحد ما رجعه لشكل الطبيعي وخلص عليه. ودول بقى عيال مبنى لانج. وفجأة ظهرت بنت لابسة قناع وسرعتها كانت مرعبة. لانس حاول يستخدم سحره عليها، لكنه ما لحقش حتى يحدد مكانها. أما ماش فأخذ وضعية الاستعداد، وقبل ما البنت تنطق بكلمة انطلق ناحيتها بسرعة خرافية. لكن المفاجأة إنها قدرت تتفادى هجومه بسرعة البرق. قالت بهدوء: أنا مش جاية أعمل مشاكل، كل اللي عايزاه أخذ زمايلي اللي تهزموا ونمشي، لكن أكيد هنتقابل تاني. اختفت في لحظة، وساعتها ماش بدأ يدرك إن الخطر اللي مستنيهم أكبر بكتير مما كانوا متخيلين. وفي نفس الوقت البنت المقنعة خدت فكرة عن قوة ماش، لأن قناعها اتكسر من قوة الهجوم قبل ما تهرب.
بعد ما رجعوا بدأ لانس يشرح لماش إن لازم يوصلوا للمخبأ السري الخاص بفريق لانج، والغريب إن الشخص المسؤول عن المكان كان قاعد بكل هدوء بيعمل فطاير كريمة. وفجأة دخلت ليمون وهي مرعوبة وقالت إن في مصيبة حصلت. جريوا كلهم على المستشفى، وهناك لقوا توماس نايم على السرير وشكله مرهق جدا. قال لهم أنا مش فاكر أي حاجة، آخر حاجة فاكرها إني كنت محبوس جوه صندوق كله ظلام، مهما صرخت صوتي ما كانش بيطلع، والأسوأ من كده إني حاسس إن السحر اللي جوه جسمي اتسحب مني. ولما سألوا الأطباء اكتشفوا إن كل المرضى في المستشفى عندهم نفس الأعراض، والأغرب إن كل ده بدأ يحصل أول ما المدير ساب المدرسة وراح ديوان الساحر بعد انتهاء اليوم الدراسي. بعدها قرروا ينزلوا يدوروا على المخبأ السري لفريق لانج، وبالصدفة شافوا ليمون ماشية في الممر. لكن دي ما كانتش ليمون اللي يعرفوها، كانت ماشية كأنها دمية متحكم فيها. قرروا يتبعوها، لكن أول ما وصلوا للمكان اختفت فجأة. لانس لمس الحائط واستخدم تعويذته، وفجأة ظهر باب سري كان مختفي طول الوقت. دوت حاول يفتح الباب بالسحر لكنه فشل، فالماش وسع كده، أخذ خطوة لقدام وضرب الباب هبدة واحدة فتفتح فورا، وبعدها مسك تمثال ضخم وهبدة بقوة لدرجة إنه طار بره المدرسة كلها. دخلوا من الباب واكتشفوا ممرات وأنفاق سرية تحت المدرسة، وفي النهاية وصلوا لحلبة قتال ضخمة، مكان محدش في المدرسة يعرف عنه أي حاجة، حتى المدرسين نفسهم. وفجأة ظهر واحد من فريق لانج وقال رايحين على فين؟ كالعادة الرهان هيكون على العملات، بس بلاش تتعبوا نفسكم، مش هسيبكم تعدوا. في اللحظة دي دوت تتقدم وقال بثقة سيبهولي، أنا بكره الناس المتكبرة، خصوصا اللي بيفتكروا إنهم أحسن من غيرهم. في نفس الوقت بنعرف ليه المدير ساب المدرسة وراح ديوان السحر. السبب إن في كارثة كبيرة جاية، 6 مساجين محكوم عليهم بالإعدام قدروا يهربوا من السجن، واللي ساعدهم في الهروب كان واحد خطير اسمه إينوس زيرو. نرجع بقى للفايت. دوت بدأ الهجوم على طول بسحر المتفجرات، لكن الولد الوسيم كان بيصد كل الضربات بمنتهى السهولة. بعدها وقف بكل ثقة وقال له تعال بقى، وفجأة عمل تعويذة عبارة عن ألغام سحرية قوة انفجارها أكبر ب5 مرات من أي انفجار عادي. دوت ضحك وقال يا ابني أنت فاكرني أهبل؟ هقع في فخ واضح زي ده؟ وفي لحظة استخدم سحر النباتات وربطه بالأغصان الشوكية وقال باسم الأشواك، أنت دلوقتي مشلول وقبيح وضعيف، ولو حتى مش قادر تخليني أدوس على الألغام أمال هتبقى وسيم إزاي؟ هقتلك وأريحك. لكن الولد ابتسم وقال مين قالك أصلا إنك لازم تدوس على العلامات؟ وفجأة دووم، كل الألغام انفجرت مرة واحدة بقوة مرعبة، وأوضح إن اللي كان مرسوم على الأرض مجرد خدعة، أما القنبلة الحقيقية فكانت موقوتة، ودوت وقع في الفخ زي ما هو كان بيخطط لخصمه. وقبل ما يدي فرصة يستوعب كمل عليه سلسلة انفجارات متتالية وهو بيقول لسه، ده أنا هموتك 8 مرات، وبكده انتهى القتال. لكن فجأة الأرض بدأت تبتلعهم وكل واحد وقع في مكان مختلف. لانس قابل النبي الثالث من مبنى لانج، وداوت وفين قابلوا النبيين الرابع والخامس. أما ماش فوقع قدام البنت المقنعة اللي كانت من أقوى أعضاء لانج. بصت له وقالت أنا النبي الثاني واسمي إيبس ريزرو، بصراحة أنا منبهرة بالطريقة اللي بتتحرك بيها، وخدت بالي من حاجة، أنت أصلا ما بتعرفش تستخدم السحر. ماش اتوتر وسكت، لكنها ابتسمت وقالت ما تخافش، أنا كمان العالم بيكرهني وعندي أسبابي. وفي الناحية التانية لانس بدأ معركته مع النبي الثالث. خصمه قال له الضعيف ملوش مكان في العالم ده، ولانس رد فورا بهجوم جرافيول، لكن الخصم حول جسمه لطين فالهجوم عدى من غير أي تأثير. لانس ما استسلمش ونسخ نفسه لكذا نسخة، وكلهم هجموا في نفس اللحظة باستخدام جرافيول، لكن من غير فايدة. خصمه فضل واقف مكانه وجسمه لسه متحول لطين، وكأن أي هجوم مستحيل يؤثر فيه. لانس هجم عليه مرة تانية لكن برضه من غير أي فايدة. خصمه خرج من وسط الطين وحبسه في الأرض، وبعدها بدأ يمطر عليه طين متصلب من كل ناحية. وقال له بثقة أنت ليه بتضيع نفسك كده؟ أنت من عيلة كراون، يعني من سلالة نبيلة، ومكانك الطبيعي يكون معانا في مجال لوبوس. لو فضلت وسط الزبالة هتبقى زيهم، لكن عندنا كل حاجة، أحسن أدوات وأقوى جرعات سحرية وأفضل تعليم، حتى البلياردو والبنج موجودين. لانس رد بكل هدوء ومين قالك أصلا إني محتاج كل ده؟ وفجأة استخدم سحر الجاذبية وضربه ضربة قوية رزعته في الحيطة. في الحقيقة النبي الثالث ما كانش بيتحول لطين، لكنه كان بيحول البيئة اللي حواليه لطين عشان يستخبى ويحتمي. ولانس فهم الخدعة بسرعة، وأثناء ما خصمه مستخبي جوه الحيطة لقى وابل من الحجارة نازل عليه، فاضطر يطلع بسرعة وقال بغرور مينفعش أخسر لواد زيك، أنا تولدت بعلامتين وسحري أقوى من أي حد فيكم. طلع جرعة سحرية وشربها وقال دلوقتي هوريك القوة الحقيقية. وفعلا استدعى وحش مرعب ودي كانت قوته الحقيقية. افتكر وقتها طفولته، كان طفل مجتهد ومتفوق، لكن أبوه عمره ما شجعه، وكل ما ينجح في حاجة يقوله أنت فاشل ومستحيل تبقى ساحر.
ومع الوقت بدأ يصدق الكلام ده. رجع للحاضر وهاجم بكل قوته، لكن لانس صد هجومه بسهولة، وبعدها أطلق تعويذة جاذبية مدمرة، أعمدة ضخمة سحقت الوحش في لحظة. الولد واقف مصدوم وهو بيسترجع كلام أبوه اللي دمر ثقته بنفسه. لانس قرب منه وقال: عارف إيه اللي بيدي الإنسان قيمته؟ أبويا وأمي كانوا بيقولوا المكانة الاجتماعية، لكن أنا مختلف معاهم. صحيح أنا مش بحب شخصيتك، لكن مقدر تعبك ومجهودك. وفي نفس الوقت كان ماش بيستعد لمواجهة النبي الثاني. انطلق ناحيتها بسرعة الصاروخ، لكنها صدت هجومه فورا وبسرعة رهيبة لدرجة إننا ما كناش شايفين السيف وكل اللي باين هو الدم. استمرت تضربه بلا رحمة وهي بتقول: الفرق بيننا كبير، ومع ذلك مش هتهاون معاك، وريني أقصى قوتك. وبعدين قالت: الجهاز ده بيسحب القوة السحرية، وبعد نص ساعة اليمون هتبقى من غير أي سحر. مش رد بكل هدوء: لو الكلام ده حقيقي فأنا هكسر القناع اللي على وشك. وفعلا استخدمت أقوى قدراتها، سحر التسريع، وبدأت تمطر بالضربات. لكن ماش كان مستني اللحظة دي. أول ما السيف داخل بطنه شد عضلاته وقفله عليها ومسك السيف، وبعدها أداها ضربة قوية في نص دماغها كسرت القناع تماما. وساعتها ظهرت الحقيقة. البنت كانت مولودة بعين الشيطان، أخطر قدرة ظهرت في الأنمي لحد دلوقتي. العين دي بتلغي أي سحر قدامها، وعشان كده كانت بتتمنى إنها ما تولدتش أصلا. بعدها استخدمت أقوى تعويذة عندها وصنعت مجال تسارع، أي حد يدخل المجال ده حركته تبقى أبطأ وهي تبقى أسرع بكتير. لكن مش فكر بطريقة مختلفة. بدل ما يفكر في فطاير الكريمة ضرب الأرض ضربة شقت المكان نصين وضيق عليها مساحة الحركة. وقعت في الفخ، مسك سيفها وكسره على دماغها، ولما حاولت تهرب داس على رجلها وأداها بوكس رجعها آخر المطبخ وقال: لسه أنا ما خلصتش. وبدأ يعجنها ضرب، وكل ما تحاول تستخدم سحر التسريع يمنعها. خطف السكينة المطبخ من إيدها وقعد يرميها يمين وشمال كأنها كرة بينج بونج، وفي الآخر أنهى القتال بضربة قوية جدا. وهي واقعة على الأرض بدأت تفتكر طفولتها. أبوها وأمها كانوا حابسينها في القبو ويرموا لها الأكل كأنها حيوان، ولما كرهوا وجودها حاولوا يقتلوها. ومن يومها اقتنعت إنها ما كانش المفروض تتولد. لكن لما قابلت قبل لأول مرة لقت سبب تعيش عشانه، حتى لو كانت مجرد أداة بالنسبة له. مش قرب منها وقال: أنا متقبلك عادي حتى لو عندك عين شيطان. قالت له: طالما أنت طيب كده اسمع نصيحتي، ما تقللش من قبل، هو مش النبي الأول من فراغ وقوته الحقيقية لسه ما شفتهاش. مش ابتسم وقال: يبقى لازم أديها علقة. وبعدين كمل: وبالمناسبة أنا فعلا متقبلك ومش هغير رأيي، نفسي في يوم نقعد ناكل فطاير كريمة مع بعض. بعد كده لانس كان انتصر على النبي الثالث ومش هزم النبي الثاني، وفضل النبي الرابع والخامس. لكن النبي الرابع قرر يسيب المهمة للنبي الخامس لاف، وهي بنت مجنونة شوية. أول سؤال سألته لهم كان: أنتوا بتحبوني ولا لا؟ دوت رد بكل ثقة: أنا عندي خطيبتي المستقبلية ليمون تشان. هنا هجمته فورا وسألته نفس السؤال تاني، ودوت فضل متمسك بكلامه، فقامت ضربته طيرته بعيد وقالت: بابا قال لي أقدر أقتل أي حد ما يحبنيش. دوت رمى قنابل عشان يحجب الرؤية، لكن مفيش فايدة وتضرب مرة تانية. وفي نفس الوقت عرفوا إن النبي الرابع مستهدف ماش، والأخطر إنه بيقدر يحول الناس لحجر. وما بقاش فاضل غير نص ساعة قبل ما يتحولوا هم كمان، يعني لازم يهزموا النبي الخامس بسرعة ويوصلوا للرابع. لاف استخدمت سحرها وحبست دوت داخل إعصار ضخم، وبقى خلاص على آخره. وفي اللحظة دي افتكر طفولته. كان طفل ضعيف، وأخته الكبيرة كانت دايما بتحميه من المتنمرين. وفي يوم قالت له: أنت ليه سايب الناس تدوس عليك؟ قال لها: لو قاومتهم هيضربوني أكتر. ابتسمت وقالت: أنت بس لسه ما قابلتش الصديق الحقيقي. أول ما تلاقي حد يخاف عليك ويفرح لفرحك ويزعل لزعلك، أوعى في يوم تخونه. هنا دوت افتكر كل المواقف الجدعنة اللي عاشها مع المعلم ماش، وفي نفس الوقت البنت المجنونة كانت مصممة تخلص على فين. لكن فجأة دوت خرج من وسط الإعصار بكل ثقة وصد هجومها بمنتهى السهولة. وده مش طبيعي، لأن دوت من الأطفال المميزين اللي اتولدوا بعلامة صليب الحماية على جبينهم، ودي علامة معناها إن لما مشاعره توصل لأقصى حد قوته الحقيقية بتتحرر. قال لها: أنت لسه شفتي حاجة؟ أنا مستحيل أسيب حد يهين صاحبي ويعيش مبسوط. وبدأ يمطرها بوابل من المتفجرات. لكن إحنا كلنا عارفين إن دوت قلبه طيب وعمره ما يبد إيده على بنت. فقال لها: أنا مش بضرب بنات، يلا امشي من هنا قبل ما أغير رأيي. لكن الفرحة ما كملتش، وفجأة ظهر وحش حجري ضخم وحاول يلتهم فين، ولولا دوت كان زمانه راح فيها. وبصراحة فين ده لحد دلوقتي مش معروف فايدته إيه. وفجأة يدخل النبي الرابع وهو متضايق ويقول: مش قلت لك خلاصي عليهم؟ هو دول يستاهلوا أصلا تخسري قدامهم؟ خلاص أنا هخلص عليهم بنفسي. لكن قبل ما يعمل أي حاجة سيف اخترق بطنه في لحظة. مين اللي وصل؟ إنه راين إيمس مستنير السماء وأحد الطلاب فريق أدلر. النبي الرابع حاول يهجم عليه، لكن يا ابني أنت رايح لمين؟
راين مش بقى مستنير السماء من فراغ. بضربة واحدة قسم الوحش الحجري نصين، وبعدها أمطر خصمه بعشرات السيوف. الراجل اتوسل وقال والله ندمان على كل اللي عملته. راين رد عليه هتعمل ايه بندمك؟ انت مجرد جزمة قديمة. وبعدها اداله شلوت محترم قلبه على الناحية التانية وقال له اللي زيك ما بيتعلمش غير بالضرب، عشان ما يفكرش يكرر نفس الغلطة. بعد كده بنعرف ان مدير المدرسة كان باعت راين يحقق في قضية انتيتي بيبل. اينوس زيرو، شخصية من اينوس زيرو ليلو، تعالى انا هحقق معاك. طلع عنكبوت سحري بيقدر يقيس القوة السحرية لأي شخص، وقال له لو طلعت مستخدم سحر عادي هتعدي. لكن قبل ما العنكبوت حتى يخلص كلامه راين رمى على ماش سيف، والغريب ان ماش صده بمنتهى السهولة من غير ما يستخدم أي سحر. العنكبوت اتصدم. راين هجم عليه مرة تانية، لكن ماش ما اكتفاش بصد السيوف، دجى معاها وعمل منها كرسي وقعد عليه. العنكبوت كان على وشك ياجن، لأنه لحد اللحظة دي ماش ما استخدمش أي قوة سحرية. وفي آخر اختبار راين أطلق عليه تعويذة قوية جدا، لكن ماش فضل يصد السيوف بسرعة مرعبة وكأن الموضوع بالنسبة له ولا أي حاجة. لا ده أنت كده هاكر، إزاي كل اللي بيعمله ده من غير ما يستخدم أي سحر؟ في اللحظة دي مستنير السماء افتكر كلام الرجل العجوز لما قاله عندنا طالب مميز اسمه ماش، قلبه من حديد، خليك واخد بالك منه. المهم مستنير السماء اعتذر لماش وداله منديل سحري عنده قدرة شفائية، وقالوا إن المنديل ده متحضر من قبل النبي الأول. وأضاف بالنسبة لطالب في المدرسة أنت قوي جدا وعندك أفضلية إنك تترشح لمنصب مستنير السماء، ولو قدرت تهزمني هتاخد العملات بتاعتي وساعتها هتبقى أقرب للمنصب. وبعدها مشي من المكان. لكن ماش ما راحش لأبيل على طول، لا الأول حل أعظم معضلة علمية في العالم، فتح الباب من غير ما يكسره. وبعد ما فتحه كسره برضه لأن دي هوايته المفضلة. دخل لقى أبيل بيحضر تعويذة قوية، فقال أنا كنت فاكر إن مستنير السماء راين هو الوحيد اللي يقدر يواجه عين الشيطان بتاعت إيبيس، لكن مش معقول تكون مستخدم سحر أقوى منه. رد أبيل بكل برود بما إنك متفوق كده لازم تعرف إن الحياة مش عادلة. قلت لك قبل كده الناس الضعيفة مينفعش تعيش، اللي ما يعرفش يستخدم السحر واللي تولد ضعيف لازم نتخلص منهم. الكلام ده خلى ماشي يفتكر كلام الراجل العجوز، فبص له وقال خلاص فهمت، اللي بتقوله ده بالنسبة لي تهديد. أبيل رد باستهزاء إيه؟ أنت شكلك غبي ومبتفهمش. وفجأة انطلق ناحيته بسرعة وبدأ يرمي عليه الدم السحرية، لكن مش ما اكتفاش إنه يكسرها، خد باله إن اللي جواها مادة حارقة فتهرب من الانفجار في آخر لحظة. بعدها مسك رأس دمية ورماها زي الصاروخ ففجرت باقي الدم كلها مرة واحدة. وقف مش وقال عملت إيه في ليمون؟ أبيل رد أنا معرفش حد بالاسم ده، والقوي دايما بياخد من الضعيف. وفورا هاجم عليه بمجموعة جديدة من الدم، لكن ماش حطمهم كلهم بضربة واحدة. فقال له ماش طالما القوي بياخد من الضعيف يبقى لما أهزمك هتقولي ليمون فين؟ لكن قبل ما يكمل كلامه حصلت حاجة غريبة جدا. ماش فجأة بقى يضرب نفسه بالبوكس. ازاي ده بيحصل أصلا؟ هقولك بقى ازاي قدر يفك السحر، بس استنى لسه الكبيرة جاية. كابل استحوذ على صاحبه وتحكم فيه بخيوطه السحرية وخلاه يهجم على ماش بكل قوته. فضل يضرب فيه، لكن المفاجأة كانت صدمة، الفأس هو اللي اتكسر، أما ماش ففضل واقف ولا في خدش واحد. وقف ماش وقال له انت عايز العملة الذهبية؟ وبكل سهولة قطع الخيوط اللي كانت متحكمة في فين ورجعه لطبيعته تاني. يخرب بيت الخيال العلمي. كابل حاول بعدها يتحكم في ماش بنفس الخيوط، لكن ماش وقف ثابت بمنتهى الجمدان وقال أنا هخليك تندم إنك لمست أصحابي. وبدأ يكسر خيوط السحر واحدة ورا التانية، وكل ما يكسر خيط صوابع كابل نفسها كانت بتتكسر معاه. وفجأة ماش نط وداله ضربة راكبة في نص وشه. الواد اتصدم لكن برضه رفض يقع بسهولة. قرر كابل يستخدم أقوى تعويذة عنده، وفجأة جسم ماش اتحول لخشب. خلاص انتهت؟ لا طبعا، كابل راح ياخد العملة الذهبية، لكن أول ما بص لقى فطيرة كريمة، وبعدها على طول لقى لكمة تهد جبال. إيه اللي حصل؟ إزيك أقوى تعويذة سحرية؟ السر إن سحر الدمي بيوقف حركة الجسم الإرادية، لكن اللي حصل مع ماش كان حاجة اسمها المنعكس الشوكي، وده رد فعل لا إرادي بيحصل تلقائيا وقت الخطر. التعويذة أثرت على جسمه من بره، لكن من جواه فضل إنسان طبيعي، ودي كانت نقطة الضعف اللي استغلها ماش. يعني كل العبقرية دي عشان ينقذ فطيرة الكريمة بتاعته. تخيل. لكن كابل لسه مستسلمش، استخدم سحر يحول أي حد حواليه لدمية، وطلع وحش دم مرعب جدا. أول ما الخيوط تلمس أي شخص جسمه يتشل فورا. الوحش هجم على ماش مرة واثنين وثلاثة، لكن لحظة إيه ده؟ الوحش نفسه هو اللي اتكسر وماش واقف زي الفل. السبب؟ بكل بساطة أول ما الخيوط لمست ناحية الشمال من جسمي قطعها بإيده اليمين بسرعة خرافية قبل ما السحر يشتغل أصلا. كابل حاول يواجه آخر ضربة يائسة، لكن ماش كسرها بضربة واحدة وانطلق نحوه بسرعة مرعبة ومسكه بحضن الأمان، وبعدها رزعه في الأرض على دماغي وأنهى القتال بمنتهى الهيبة. قبل ما يقع ومن قوة الضربة
بدأ يشوف ذكرياته وهو طفل. افتكر أمه قد إيه كانت طيبة ورحيمة بالناس، رغم إنها من عيلة نبيلة عمرها ما اتكبرت على حد وكانت دايما تساعد الفقراء. وفي يوم وهي بتوزع الأكل على المحتاجين جه واحد طمعان وطعنها عشان ياخد الأكل كله لنفسه. وقتها قال إن موتها مجرد عقاب لأنها كانت محظوظة. قال وهو بيحكي: أمي كانت طيبة زيادة عن اللزوم، والطيبة دي ما تنفعش في العالم ده. أنا عملت كل اللي عملته عشان أنفذ خطتي ومش هغير تفكيري. ماش رد عليه بهدوء وقال: طيب ممكن تقولي بس فين ليمون؟ الراجل استغرب من رد ماش، لكن في النهاية استسلم وقال: حاضر، هرجع كل الطلاب اللي حولتهم لدمي. وبالفعل رجعهم لطبيعتهم، وكل الطلاب بدأوا يحتفلوا بانتصار ماش ويشيلوه ويحتفوا باسمه. وفي وسط الاحتفال دخل الدوت وشه متضايق وقال: وأنا كمان عايز أحتفل. وفضلوا كلهم يحتفلوا ويهزروا كأنهم أطفال. لكن في نفس الوقت كان لانس ماشي في المدرسة، وفجأة تقابل مستنير السماء. أول ما شافه قال: أقف مكانك، أنت مش طالب هنا، وهاجم عليه فورا. لكن الشخص صد الهجوم بمنتهى السهولة. وهنا كانت المفاجأة، ده ما كانش لانس أصلا، ده كان واحد من منظمة إينوس زيرو متنكر في شكله. قال: إحنا بندور على شخص مهم جدا، وكنا بنحاول نخلي أبل يوصله، لكنه فشل. ولما تحب تعرف معلومات من حد لازم الأول تكسب ثقته، وأنا ما عنديش وقت للكلام ده. في نفس اللحظة حاول راين يوقفه، لكنه تفاجئ بعدو تاني ظهر قدامه، وهو القاتل المتسلسل جونبير. الاثنين كانت قوتهم متقاربة، لكن ولا واحد فيهم كان بقوة مستنير السماء. وفي نص الاحتفال ماش راح الحمام، وهناك وصل الشخص الغامض المتنكر بمكان آبل. دخل عليه بسرعة، رفعه من رقبته، وكان ناوي يقتله باستخدام سحر الكربون. لكن في اللحظة الحاسمة حصل شيء محدش كان متوقعه. إيبس رمت نفسها قدام آبل وأخذت الضربة مكانه، وقالت لماش بصوت ضعيف: آسفة يا ماش، شكلي مش عارف آكل معاك فطاير الكريمة. لكن ماش طلع بسرعة منديل الشفاء السحري اللي معاه وادهولها فورا في محاولة لإنقاذها. وهنا الشخص الغامض اتأكد إن ده هو الشخص اللي كان بيدور عليه. فجأة ماش ضرب الأرض برجله وشاط طوبة ناحيته بسرعة مجنونة، لكن الشخص الغامض مسكها بإيده من غير ما يستخدم أي سحر، وفضل مستغرب إيه اللي حصل بالظبط. وبص لماش وقال له: أنا مش هتردد إني أقتلك. وعلى طول هاجم عليه بسحر الكربون. ماش كسر الهجوم بإيده، لكن المعركة لسه ما خلصتش، والشخص الغامض رمى عليه هجمة أقوى رجعته لورا. هتعمل إيه يا ماش في الموقف ده؟ أبل كان مستغرب جدا، لكن فجأة إيبس وقفت قدام ماش وخدت الضربة مكانه. قال لها: إزاي ما خدتش بالك لحد دلوقتي؟ إيبس كانت وحيدة طول عمرها، ولما لقت أخيرا حد محتاجها قررت تدي أغلى حاجة عندها، حياتها. في اللحظة دي أبل فهم أخيرا معنى كلام أمه لما كانت بتقوله: لو حطيت نفسك مكان الضعيف هتبقى طيب مع الوقت. ونرجع للفايت. الشخص الغامض فضل يهاجم من غير أي رحمة، أمطار غزيرة من الكربون بتنزل على ماش. كان أصعب موقف يمر بيه لحد دلوقتي. محدش كان يقدر يساعده، ومحدش يقدر يتدخل، لأن التدخل في الحالة دي كان معناها الانتحار. والشخص الغامض زود قوة هجماته، وكل ضربة كانت أقوى من اللي قبلها. لكن خمنوا مين اللي تدخل؟ أبل قرر يدخل المعركة وقدر يدي ماش شوية وقت. هاجم على الشخص الغامض بوحش الأذى، لكن الوحش اتكسر في ثواني. لكن الأذكى والأسرع كان ماش، اللي خرج فجأة من رأس الدمية وضرب الشخص الغامض ضربة مباشرة في نص سنانه. الضربة كانت قوية، لكن العدو كان أقوى. ماش كان أول واحد يقدر يكسر بشرته الصلبة. الشخص الغامض وقف القتال وبص لماش وقال له: أنت بتستخدم إيه نوع السحر ده؟ وطبعا ماش مش بيستخدم أي سحر، فقال له: سحر القوة. رد عليه الشخص الغامض: مش عايز تجاوب؟ طب تعال. وساعتها طلع مراية سحرية، أي سحر يضربها يرجع لصاحبه، وقال لهم: لو راجل أضرب، وهخليكم تندموا إنكم وقفتوا في طريقي. بس إحنا عارفين إن ماش هيضرب، لأنه أصلاً مش بيستخدم سحر. الكل كان متوتر. ما ضربتش ليه يا ماش؟ ولو ضرب هيفضح سره. لكن فجأة ماش أداله شلوت في نص وشه، ويمكن ده كان أصعب قرار أخده في حياته، لأن سره اتكشف. كل الوقت ده كل الناس اللي هزمهم كان بيهزمهم من غير أي سحر. طبعاً ما حدش صدق، قالوا دي أكيد قصة من قصص الخيال. وبعد ما الكل اتصدم، علامة غريبة ظهرت على إيد الشخص الغامض وقرر ينسحب. ولكن قبل ما يمشي أخيراً عرفنا إن اسمه سيل وار. وبعد ما مشي أبل قرر يعمل حاجة صح في حياته وياخد إيبس على المستشفى. وبعد كل اللي حصل ده السر ماش اتكشف، وأصحابه عرفوا إن كل ده كان بيعمله من غير ما يستخدم السحر. إزاي يا ماش؟ إزاي أنت أصلاً ما بتعرفش تستخدم السحر؟ وإزاي عملت كل ده من غير سحر؟ ماش اتوتر وخاف وقعد يتهزق، لكن أصحابه قالوا له: ما تسرك في بير. بس للأسف البير كان مليان مية، والسر طلع على الوش لأن واحد من الطلبة اللي كانوا متحولين لخشب صحي وكان سامع كل حاجة. إزاي طالب ما بيعرفش يستخدم السحر يجي مدرسة إيستون؟ أنا هقول للمدرسين. لكن ماش كان ولا فارق معاه، وقعد ياكل فطيرة بالكريمة بكل هدوء. بعد ما ماش هزم أبل، العملات الذهب بقت من نصيب فريق أدلر.
لكن في المقابل الإشاعات انتشرت في المدرسة كلها إن ماش ما بيعرفش يستخدم السحر. طبعا أصحابه حاولوا يغطوا عليه لكن من غير فايدة. واحد جه وقاله مش أنت ماش اللي ما بيعرفش يستخدم السحر. الواد يا عيني دماغه اتحركت من الخوف، بس جه فين وسحب مناخيره. والواد برضه ما سكتش وقعد يقول له اعترف إنك ما بتعرفش تستخدم السحر، لحد ما جه لانس رزعه في الأرض وجت كمان ليمون هي ودوت وعينك ما تشوف إلا النور. الواد اتجبس في كل حتة، كسر في الجمجمة وست ضلوع وحلته بقت حالة. المهم بعد كده راحوا يحتفلوا وفريق لاين كانوا معزومين وقعدوا ياكلوا. وفي وسط الكلام عرفنا ليه لانس اختفى عنهم فجأة، لأنه كان بيحارب واحد من المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام، لكنه انسحب فجأة في نص القتال لسبب معين. وبعد الاحتفال إيبس عرف ماش إنه بقى مستهدف من إنوسنت زيرو، وإنهم كانوا بيستخدموا أبل في الموضوع ده. وبنعرف كمان أبل حصل على الخط الثالث قوة إنوسنت زيرو، وعشان كده مش قادر يهزمه، لأن أصحاب الثلاث خطوط الأصليين أقوياء جدا. وطبعا بعد ما أبل فشل في خطته هيتعاقب عقاب شديد من إنوسنت زيرو. وهم في نص الكلام فجأة بتدخل البومة ومعاها رسالة مهمة جدا لماش. كانت رسالة استدعاء من ديوان السحر. ماش راح ديوان السحر وهناك بدأ تحقيق معاه بسبب إنه مخبي إنه ما بيعرفش يستخدم السحر. أول ما وصل قعد يتهزأ شوية لحد ما دخل واحد اسمه ريو جرانتس، مستنير السماء وبالتحديد قائد قوات الأمن السحرية. ريو قال له مش مهم التفاصيل، المهم الموهبة. بس يا راس الفطر لو سكتنا على كل حاجة العالم مش هيحترم النظام، عشان كده لازم نقنع الأغلبية. وريني رأيك، ولع الشمعة دي من غير ما تلمسها، ولو عرفت توريني معجزة أحسن من السحر هسيبك تمشي. مش أنت قوي؟ أثبت دلوقتي. ماش مسك العصاية السحرية وفضل يحكها في الأرض عشان يولد احتكاك، ولما الاحتكاك زاد الشمعة ولعت فعلا. بعدها وقف بكل ثقة وقال هغير رأي الأغلبية بقبضتي. بس لسه المشاكل ما خلصتش. فجأة دخلت مجموعة من مستنيري السماء، وواحد منهم قال مينفعش كده، مينفعش نتساهل مع واحد ما بيعرفش يستخدم السحر، وفوق ده كله داخل مدرسة إيستون كمان. وفجأة واحد من الموجودين اتلبس وصرخ محدش يقرب من الواد ده لأنه ينتمي لإينوسنت زيرو. لكن الحقيقة إن الراجل ما كانش ملبوس، كان مصاب بطفيل سحري، والطفيلي ده بيتغذي على القوة السحرية، وأي حد يحاول يشيله الطفيلي بيدخل جسمه على طول. المهم ماش طبعا ما بيمشيش بالكلام ده وقرر يشيل الطفيلي بنفسه. فعلا الطفيلي دخل في بقى، لكن ماش مسكه بلسانه وربطه وبعدها شده وطلع على شكل بلونة. بس برضه المشاكل ما انتهتش. جاء أورتر تاني وقال لسه المشكلة ما اتحلتش، مش هنقدر نحترم رأيك لأنك لسه ما بتعرفش تستخدم السحر، والقوانين هي القوانين وانت محكوم عليك بالإعدام. ماش ثبت رجليه في الأرض وقال أنا مش رايح في حتة. في اللحظة دي أورتر استخدم سحره والأرض تحولت لرمل، وفجأة العصاية السحرية بقت على رقبة ماش، لكن ريو لحقه وأنقذه في آخر لحظة. ولسه الخناقة هتبدأ. دخل مدير مدرسة إيستون المعلم والبيرج ومعاه مستنير السماء رين، وساعتها الأمور بقت أسوأ بالنسبة لماش. المهم والبيرج دخل وقال لهم إحنا هنأجل الحكم لأن دي أول مرة إنوسنت زيرو يبعت رسالة بالخطورة دي، وماش ممكن يدينا أفضلية عليهم. وأصلاً والبيرج هو الوحيد اللي قدر يواجه إنوسنت زيرو في شبابه. جاء أورت بكل رخامة وقال أنا مش موافق، القوانين موجودة عشان تحفظ النظام هنا. ويلبرج قاطعه وقال له معاك حق، هو ما يقدرش يستخدم السحر، لكن سحره الحقيقي هو إنه بيخطف قلوب الناس. رغم إنه غبي شوية وطبعه خشن، بس يقدر يغير العالم بطيبة قلبه اللي ملهاش زي. الناس اللي ما بتعرفش تستخدم السحر بيتعاملوا معاملة وحشة جدا، وطبعا أنا ضد المعاملة دي. ورين كمان قال أنا متفق مع ويلبرج. ساعتها الراجل اللي كان مصمم يعاقب ماش واللي اسمه بالمناسبة بس اتكلم وقال لهم انتوا معاكم حق، ما ينفعش نسيب حد مش بيستخدم السحر، بس الراجل ده أنقذ حياتي وعشان كده أنا بطلب منكم تخففوا حكمه. أورت وافق لكن بشرط، أول حاجة إنه هيتدرب تحت إشرافهم، وتاني حاجة لازم يثبت إنه قادر يواجه إنوسنت زيرو، وده عن طريق إنه يترشح لمستنير السماء، ولو ما نجحش في الموضوع ده هيتعدم على طول. ماش بقى شوف الجمدان وضرب الأرض ضربة قوية لدرجة إن أثرها وصل لحد إنوسنت زيرو بنفسه. بعدها ماش قرر يحكي كل حاجة لأصحابه. طبعا قلقوا عليه جدا، وعشان كده قرروا يخرجوا يتمشوا شوية في المدينة، وكل واحد فيهم كان لابس لبس غريب. دوت لابس درع كأنه رايح حرب، ولانس ماشي ولابس هدوم عليها صورة أخته. المهم راحوا يضيعوا وقت ويلعبوا شوية، وبعدها راحوا مع لانس عشان يجرب عصاية سحرية جديدة. لانس حكى لهم إن في إشاعات بتقول إن اختبار مستنير السماء قرب. فريق أدلر معاه عملات ذهبية كفاية عشان يدخل الاختبار، ولو عرفوا يعدوا الاختبار الأول مش هيتبقى غير التصفيات النهائية. وبما إن لانس هدفه كبير فهو مش هيسيب أي حد يعديه بسهولة للنهائيات. وصلوا للمكان اللي هيشتروا منه العصاية السحرية،
وكان المكان مليان عصيان سحرية بأشكال وألوان مختلفة، وطبعا قوتك السحرية هي اللي بتحدد العصاية المناسبة ليك. دخل لانس الأول وطلعت له عصاية جامدة جدا، وبعدها دخل ماش، ورغم انه اصلا ما عندوش سحر لمح عصاية سحرية ثقيلة جدا مرمية على الارض. الراجل صاحب محل العصي قال لهم ان دي عصاية اسطورية موجودة من آلاف السنين، وان تحتها المية الاسطورية اللي بتتعمل بيها العصي. العصاية دي محدش قادر يرفعها بقاله اكتر من 1000 سنة، ومفيش اي سحر كان بينفع معاها. جه ماش ورفعها بكل سهولة، وفجأة خرج منها انفجار مية رهيب، والراجل يا عيني اتصدم ومبقاش عارف يتكلم. قال له خدها، دي بقت بتاعتك خلاص. المهم بقى راحوا يضيعوا وقت أكتر في اللعب والأكل والضحك والهزار لحد ما الشمس غابت. وعلى غير المتوقع قبل امتحان القدرات على طول ماش قرر يروح يزور الراجل العجوز اللي رباه طول عمره بدل ما يروح البيت على طول. لكن طبعا الموضوع ما كانش هيعدي على خير، لأن أوتر بعت واحد يمنعه من الوصول لاختبارات القدرات، واسمه مارغريت ماكرون، وده بيستخدم سحر الموسيقى. مارغريت اتصدم وتف الأكل من بقى بعد ما عرف إن ماش قدر يهزم خصمه من غير ما ولا نقطة سحر. قعد قدام البيانو وبدأ يعزف لحن هادي وجميل، لأن الموسيقى كانت الملجأ الوحيد اللي بيهرب له من كل همومه. وفي نفس الوقت أول ماش رجع البيت الراجل العجوز استقبله وهو بيعيط، بس دي كانت دموع فرحة. والفرحة كبرت أكتر لما عرف إن ماش أخيرا بقى عنده أصحاب في المدرسة بعد ما عاش طفولته كلها منعزل عن الناس. والأجمل من كده إن بقى عنده كمان خطيبة مستقبلية. لكن زي ما بيقولوا الحلو ما بيكملش. في عز اللحظات السعيدة كانت العاصفة بتقرب. مارغريت اعترض طريق رين وفريقه، وفجأة السماء اتمطرت سيوف من كل ناحية. رين واحد من مستنيري السماء وقف قدامه من غير تردد. أما مارغريت فهو واحد من أخطر مستخدمي السحر في أكاديمية إستون. أيام المرحلة الإعدادية اتعملت بطولة للطلاب اللي أقل من 11 سنة، وساعتها مارغريت اكتسح الكل من غير أي منافسة، وتثبت إنه أقوى طالب في فريق أوركا. واضح إن المعركة دي مش هتكون سهلة أبداً. مارغريت طلع البيانو بتاعه وقعد يعزف مقطوعة هادية، ولما خلص بص لرين وقال أنا مش فارق معايا لقب مستنير السماء، في الآخر هو مجرد لقب، لكن بما إنك شايل اللقب ده يلا نشوف مين فينا الأقوى. وبدأت المعركة فعلاً. كل واحد أطلق أقوى هجوم عنده، والأرض تحولت لساحة القتال شرسة. وفي نفس الوقت كان ماش بعيد عن كل اللي بيحصل، قاعد بيلعب مع أصحابه بكل هدوء. لكن اللعبة فجأة أدت له تنبؤ مرعب إنه في المستقبل سره هينكشف وهيتحكم عليه بالإعدام. نرجع للمعركة. رين هاجم بوابل من السيوف السحرية، لكن مارغريت صد الهجوم بسهولة ورد عليه بموجات موسيقية عنيفة. وفي لحظات رين لقى نفسه محبوس جوا قفص من الأنغام، ولو حاول يصد السيوف الموسيقى هتسحقه، ولو ركز على الموسيقى السيوف هتخترقه. وقبل ما يكمل الهجوم مارغريت وقف القتال للحظة وقال عارف ليه الناس بتحب تسمع؟ سواء موسيقى أو تشجع كورة أو تستمتع بأي فن؟ ببساطة لأن الملل قاتل، وإنت يا رين شخص ممل. خليك بعيد عن طريقنا وسيبنا نوصل لماش. كل اللي نعرفه عن رين لحد دلوقتي إنه واحد من مستنيري السماء، لكن الحقيقة إن قوته أكبر بكتير من اللي بيظهره. رين من القلة المختارة اللي عندهم 3 علامات سحرية، ودي علامة على قوة استثنائية محدش يستهان بيها. أما ماش فكان زهقان لأن اللعبة كانت بتكرر له نفس التنبؤ المخيف كل مرة، فقرر يسيبها ويخرج يتمشي شوية ويشم هوا من غير ما يعرف إن الخطر بقى أقرب له من أي وقت فات. بس لو في حاجة فعلا تثبت إنه كان خايف من نبوءة اللعبة فهي إن المرة دي خرج من غير ما يكسر الباب زي عادته. المهم ماش هرب ناحية الغابة عشان يقعد يرفض طاير الكريمة بعيد عن دوشة الناس، لكن بالصدفة شاف المعركة اللي دايرة بين رين ومارغريت. في اللحظة دي رين فهم الخطة واكتشف إن أوتر هو اللي بعت مارغريت عشان يمنعه يوصل لاختبار مستنير السماء. لكن بالنسبة لماش فهو مختلف تماما عن أي مستخدم سحر، ودي حاجة مارغريت عمره ما هيقدر يفهمها. طبعا مارغريت ما ضيعش وقت وهاجم بأقوى تعويذة عنده أوكر أوركسترا. وكلنا عارفين إن أصحاب ال3 خطوط مرعبين في قوتهم، لكن اللي بيميزهم فعلا إنهم يقدروا يظهروا الشكل الحقيقي للعصاية السحرية، ودي ميزة نادرة جدا. رين استغل قوته الكاملة وكل هجمات مارغريت بقت بتضرب في الهواء وكأنها ولا ليها أي تأثير. بعدها رين استدعى الشكل الحقيقي لعصاه السحرية الفارس المناصر وانطلق بهجوم مدمر. مارغريت حاول يصد الضربة، لكن الانفجار كان أقوى بكتير من إنه يوقفه، والأرض نفسها اتشقت نصين من شدة القوة. بعد ما المعركة انتهت ماش راح يشكر رين، لكن رين بص له وقال لازم تنجح في الاختبار، انت دخلت تحدي محدش قادر يدخله قبلك، ولازم تثبت الجميع انك قد المسؤولية. ورغم الضربة المرعبة مارغريت خرج من المعركة من غير حتى خدش واحد، لأنه ضحى بالمساعدين بتوعه عشان يحمي نفسه. وفي نفس الوقت فضل بيفكر في القوة المخيفة اللي بيمتلكها صاحب ال3 خطوط، واكتشف إن العصاية السحرية بتضاعف قوة السحر بشكل رهيب لدرجة إن أبسط تعويذة بتتحول لهجوم مدمر. وفي الوقت ده
اختبار مستنير السماء بقى على الأبواب، وكل الطلبة بقوا عايشين في توتر ومحدش قادر ينام من كتر التفكير. أما ماش فكان كالعادة قاعد ياكل فطاير الكريمة مع الراجل العجوز، ورغم إن سره انكشف الراجل العجوز كان بيلوم نفسه لأنه حس إنه مقدرش يدي ماش حياة طبيعية. لكن في النهاية كان السبب إن ماش لقى أصحاب حقيقيين وعاش أيام مليانة ذكريات جميلة. وطبعا أكل كمية محترمة من الفطاير الكريمة، لكن خلاص مفيش وقت للفطاير دلوقتي لأن اختبار مستنير السماء بقى على الأبواب. والاختبار بيتقسم ل3 مراحل، وأول مرحلة كانت جمع العملات، والكل أخيرا بدأ يخوض أول اختبار حقيقي. المرحلة الثانية هي اختبار الترشيح، أما المرحلة الثالثة فهي الاختبار النهائي. وبسبب القلق والفوضى اللي عملها إنوسنت زيرو قوانين المرحلة الأولى اتغيرت، وبقى المطلوب تجيب 3 عملات بس بدل العدد القديم علشان تتأهل. وده خلي عدد كبير من الطلبة ينجحوا السنة دي ومنهم مارجريت. وإحنا داخلين على ساحة الاختبار أوتر وقف قدام ماش وقال له: أنت بتهدد النظام اللي بتبني عليه العالم ده، ومهما عاشت الناس عمرها ما تحترمك. لكن ماش عدي من جنبه بكل برود كأن ولا كلمة قالت. أول ما دخل ساحة الاختبار كل العيون اتوجهت عليه لأن الكل عارف إنه الشخص الوحيد اللي مش بيستخدم السحر، وبدأت صيحات الاستهجان تملأ المكان. أول اختبار كان اسمه اصطياد الموت. قوانينه شكلها بسيط لكن تنفيذه كابوس. المطلوب إن كل متسابق يدور على مفتاح مستخبي جوا ساحة الاختبار، لكن المفتاح مش مرمي على الأرض، ده مستخبي جوا ريقة سمكة أندل الغول. وده مش كل حاجة، لأن في كمان حراس مرعبين اسمهم خدمة الموت، ومهمتهم الوحيدة هي إنهم يطاردوا المشاركين ويخلصوا عليهم. أول ما بوابة العالم اتفتحت كل واحد بقى مسؤول عن نفسه، وخدمة الموت لقوا أول ضحية وهجموا عليه فوراً. لكن المشكلة إنهم محصنين تماماً ضد السحر، وأول ما يلمسوك بالفأس بتخرج من الاختبار على طول. الاختبار ده مش بيقيس قوة السحر وبس، لكنه بيختبر ذكاء الساحر وإزاي يستخدم سحره علشان يهرب ويقرر إمتى ينسحب. لكن كان الانسحاب دي مش أصلاً ما يعرفهاش، زي ما بيكسر الأبواب كسر ضلوع خادم الموت بضربة واحدة. كل اللي كانوا بيتفرجوا اتصدموا، إزاي خادم الموت وقع من ضربة واحدة ومبقاش قادر يتحرك؟ بس المشكلة إن خادم الموت مش إنسان، ده مجرد شبح، وأي ضرر بيتعالج في ثواني. أول ما رجع لطبيعته ماش جري بأقصى سرعته، وفجأة حجم ماش بقى قد النملة. وهنا عرفنا إن في حد استخدم عليه سحر التصغير علشان يخفيه عن خدمة الموت. الشخص ده قرر يعمل تحالف مع ماش وقال له إن التعاون هيخليهم يوصلوا للمفتاح أسرع، والسبب لأنه لاحظ إن كل خدمة الموت متجمعين في مكان واحد، وده غالبا معناه إنهم بيحموا المفتاح. يعني باختصار لو عايزين يلاقوا المفتاح يبقى لازم يتتبعوا خدمة الموت. وفعلا بدأوا يتحركوا في هدوء تام عشان ما يلفتوش انتباه الحراس، ولسه واحد منهم بيقول: اوعى تعمل أي صوت، يقوم ماشي يخبط كعبه في طوبة. لكن بسرعة جدا لحقت الموقف وعمل حركة أكروبات رهيبة زي جاكسون، والحارس عدى من غير ما يلاحظهم. كملوا التسلل لحد ما أخيرا لقوا البالونة اللي جواها المفتاح. أول ما ماش مد إيده يلمسها عمل صوت عالي والحراس جري وراهم واضطروا يرجعوا لنقطة البداية. يا ابني أنت غبي ولا إيه؟ واضح جدا إن دي فخ. المهم ماش طلع بفكرة عبقرية واللي أكيد أغلبكم فاكر فيها: ليه ما نفرقعش البالونة وخلاص؟ وفعلا حاولوا يفرقعوها، لكن أول ما فرقعت عملت دوشة والحراس جري وراهم من جديد. بعدها وصلوا لحل ثالث وراحوا كسروا المنفاخ اللي بينفخ البالونة، والغريب إنه المرة دي ما طلعش صوت، لكن برضه مفيش أي فايدة. المفتاح لسه جوه والبالونة مش بتخرج منها نقطة هواء. وفاضل آخر حل وأذكى حل لحد دلوقتي. ماش قرر يستخدم سحر التكبير، بس قبلها قال: هنرقص دانس. أيوه زي ما سمعت، ماش بدأ يعمل حركات بريك دانس ويلف بسرعة مرعبة زي الإعصار لحد ما ولد تيار هواء قوي جدا نفخ البالونة لحد ما فرقعت من غير حتى ما يلمسها. يا خراب بيت الجمدان. وفعلا أخذوا أول مفتاح، وفي نفس الوقت لانس قدر يلاقي مفتاحه، ودوت كمان لقى مفتاحه، ومعظم المتسابقين بدأوا يحصلوا على المفاتيح بتاعتهم. أما فين فكان لسه مرعوب ومستخبي. وهنا ظهر جانب ماش الطيب وعرض عليه يديه المفتاح بتاعه، لكن فين رفض وقال له: روح أنت وأنا هلاقي طريقي بنفسي. ماش احترم قراره ومشي، لكن فجأة ظهر شخص غامض وهجم على رين وضربه في عينه. الشخص ده اسمه كارباتشو ومن فريق الأوركا. بعدها ماش وصل للمخرج وهناك لقى فين وداوت متبهدلين آخر بهدة، وأثناء الكلام ظهر آخر متسابق خارج من المتاهة وجسمه كله متغرق في الدم. لكن الصدمة إنه ما كانش هو اللي معاه المفتاح. صاحب المفتاح الحقيقي كان كارباتشو اللي دخل بكل غرور وداس على رأسه بمنتهى الإذلال، وبعدها راح قدام ماش وسكب المشروب على وشه بكل استفزاز. ماش كان لسه منفوخ بنفسه شوية وقال للواد: انت كل شوية تقول انك اقوى واحد، بس انا لحد دلوقتي ما قابلتش حد اقوى مني. الواد اتعصب على طول وكان هيبدأ خناقة، لكن في اللحظة دي الامتحان التاني بدأ. الاختبار اسمه بلورة الحياة،
وفكرته بسيطة جدا. التسعة المتسابقين بيتقسموا ل3 فرق، كل فريق فيه 3 أعضاء وكل واحد معاه بلورة حياة. المطلوب إنك تحافظ على بلورتك وفي نفس الوقت تكسر بلورات الفريق التاني. أول ما بلورة أي لاعب تتكسر، هو وفريقه يخرجوا من الامتحان ويروحوا البيت. طبعا ماش كعادته ما فهمش أي حاجة، ولسه الامتحان ما بدأش رسمي راح كسر بلورته بنفسه. والمصيبة إن دوت كمان كسر بلورته وما بقاش فاضل غير بلورة فين، لو اتكسرت هي كمان الفريق كله هيخرج. أول ما الاختبار بدأ وعلى عكس توقعات فين، كل واحد راح في اتجاه لوحده، وفين بقى لازم يلاقي أصحابه بسرعة قبل ما حد يهاجمه لأنه الوحيد اللي معاه البلورة. وهو ماشي سمع صوت حد بيعتذر، بص ناحية الصوت فاتصدم، لقى كارباتشو بيعذب طالب بكل وحشية. والأغرب إن كان في سكينة مغروزة في كتف كارباتشو، ومع ذلك كان واقف ولا كأن في حاجة، بينما الضحية هو اللي بيتعذب. فضلي يضرب فيه لحد ما أغمي عليه من شدة الألم، وبعدها كسر بلورته تحت رجله بكل احتقار. فين كان بيتفرج من بعيد مرعوب ومش قادر يتحرك، بلع ريقه ولسه بياخد نفسه. فجأة لقى كارباتشو واقف وراه، ساعتها بقى عامل زي الكتكوت المبلول. كارباتشو قال له انت فين؟ صح؟ مستغرب واحد زيك ازاي دخل ايستون ووصل كمان لاختبار مستنير السماء. هات البلورة، دي مش لايقة على واحد زيك. فين حاول يتمالك نفسه وبدأ يفكر في ماش، ولسه بيقول في سره لا لازم أحافظ على البلورة. لكن فجأة انفجر الدم من جسمه مرة واحدة ووقع على الأرض وهو بينزف. كارباتشو بصله بدموع التماسيح وقال هات البلورة، انت عارف كويس فرق القوة بينا، ومش أكيد إنك عايز تموت زي الواد اللي قتلته من شوية. كارباتشو مش طالب عادي، ده من المختارين. يعني العصاية السحرية هي اللي اختارته بنفسها بسبب موهبته المرعبة في السحر، ونوع عصايته اسمه الصلجان. فين حاول يستخدم سحره عشان يهرب، وكل ما كارباتشو يقرب منه كان يختفي ويظهر في مكان تاني. وهنا أخيرا عرفنا قدر فين السحرية، وهي تبديل المواقع، لكن للأسف المعاناة لسه مخلصتش. وفين فضل يجري بكل قوته محاولا يهرب من كارباتشو قبل ما يلحق بيه. بس فجأة فين بص لرجله لقاها انفجر الدم، وفي اللحظة دي كيرتش وصل عنده وقال له بسخرية هو ده كل اللي عندك، وداس على رجله بكل قسوة وقال هات الجوهرة. وبعدين طلع الخنجر وبدأ يغرسه في جسمه بنفسه. وهنا اتكشف سر أخطر سحر عند كيرتش، نقل الضرر. أي أذى بيحصله بينتقل مباشرة لخصمه. ورغم العذاب اللي فين كان بيعيشه رفض يسلم الجوهرة، مش عشان نفسه ولا عشان مستقبله، لكن عشان مستقبل صاحبه ماش. طول الرحلة ماش كان واقف جنبه وبيحميه، ودي كانت طريقته يرد له الجميل. فين حاول يقوم ويستخدم سحره الضعيف لكن مفيش فايدة. كيرتش كمل ينقل الضرر، والمرة دي قرر ينهي كل حاجة. السكينة على رقبة فين وبدأ يحركها واحدة واحدة. كان شكلها النهاية، لكن مش نهاية حياة فين، دي كانت نهاية معاناة كيرتش. فجأة ماش ظهر ومسك دماغ كيرتش وخبطها في الأرض بكل قوته. لكن الصدمة إن الهجوم ما حلش المشكلة، لأن كيرتش لسه بينقل الضرر، وفي نفس اللحظة دماغ ماش هي اللي بدأت تنزف. كيرتش ضحك وقال أنا محصن ضد الألم. لكن ماش ما ردش بالكلام، رد بضربة ركبة قوية في وشه، وطبعا الضرر اتنقل له هو كمان، لكنه مكمل كأنه مش حاسس. ساعتها كيرتش قال أنا مختار من قدم عصاية سحرية. من يوم ما اتولدت عمري ما حسيت بالألم، وكل اللي نفسي فيه إني أحس بيه، بس واحد زيك مستحيل يقدر يخليني أحس. وبدأ يطعن نفسه مرة تانية، وماش كان بيتلوى من شدة الألم، ومع ذلك فضل ثابت. كيرتش قال له أنت لسه مش فاهم؟ كل ضربة بتوجهها ليا بترجع لك، مفيش أي فايدة من اللي بتعمله، كل ده مجرد تفريغ غضب. وبعدين بص لفين وقال باستهزاء أنت فاشل ومينفعش تبقى في الأكاديمية أصلا. لكن ماش رد بكل هدوء معاك حق. كيرتش اتفاجئ، معاك حق، أي حد ما يعرفش يعمل حاجة المفروض يبطلها، ومعاك حق إن فين ضعيف، ومعاك حق إنه شكله مش مهم. وسكت لحظة وبعدين قال بس أول ما حد يواجه خوفه ويضحي بنفسه عشان ينقذ صاحبه، ساعتها محدش لحق يتنمر عليه. وفجأة ماش اندفع عليه وفضل يوجه له الضربات بسرعة رهيبة زي الرشاش. كل ضربة كانت بترجع له هو، لكنه ولا وقف ولا حتى تراجع. قبل ما تبدأ المعركة سحر كيرتش كان خلاص بقى مش قادر يتعافى، ولحظة الحسم وصلت. السحر اتكسر بالكامل. هنا ماش وقف بمنتهى الثقة وقال له أنا أقوى منك بمليون مرة، وريني بقى هتعرف تقف قصادي زي ما وقفت قدام فين. لكن كيرتش لسه ما استسلمش، لأن سحره كان بيتفاعل تلقائيا مع أي ضرر يتعرض له. وفجأة السماء اتمليت بوابل من الحقن القاتلة، لكن ماش كان أسرع منها كلها، فضل يصدها واحدة ورا التانية. وفي نفس الوقت طلع عصايته السحرية وفردها زي الطبق، وبدأ يشكلها بأصابعه الغريبة لحد ما حولها لمضرب تنس ومعاه كرة حديد ضخمة. من غير ما يضيع ثانية ضرب تمثال السحر بكل قوته. في الأول ما كانش باين إن الضربات عاملة أي تأثير، لكنه فضل يهاجم من غير توقف وهو لسه بيتفادى الحقن، ضربة وراها ضربة، والتمثال بدأ يتشقق تدريجيا لحد ما في الضربة الأخيرة اتحطم تماما وتحول لتراب.
ماش قرب من كارتش وقال له تعال أوريك يعني إيه ألم، وبعدها رزعه بالمضرب الحديدي على دماغي ضربة قوية جدا. ولأول مرة بعد سنين طويلة كارتش داق طعم الألم الحقيقي. كل اللي في ساحة الامتحان اتصدموا، إزاي واحد أصلا ما بيعرفش يستخدم السحر يقدر يهزم مستخدم سولاجان؟ المعركة انتهت، لكن الألم بالنسبة لكارتش لسه ما خلصش، لأن السحر نقل الضرر فضل يوجعه مع كل نبضة قلب. كان مستحيل حد يتخيل إن في إنسان يقدر يستحمل كل العذاب ده علشان ينقذ شخص تاني. وفي الناحية التانية مارغريت كان بيدي خصومه درس قاسي. بالنسبة له المعركة كانت مجرد حفلة موسيقية، وكل ما خصم يحاول يهجم بالسحر يهزمه بسهولة ويكسر جواهرهم واحدة ورا التانية. وبكده انتهى الاختبار، وفريق واحد بس هو اللي قدر يتأهل، أما باقي الفرق فتستبعد. لكن الكل كان عارف إن الامتحان الحقيقي لسه هيبدأ. مارغريت ضد ماش، ومارغريت مش أي خصم، لأن السبب الوحيد اللي خلى رين يبقى مستنير السماء السنة اللي فاتت هو إن مارغريت أصلاً ما دخلش الامتحان، وده معناه إن قوته الحقيقية لسه ما حدش شافها، وإنه كان يقدر بسهولة يبقى مستنير السماء السنة دي. لكن في المقابل ماش هو كمان مش خصم سهل، وهنا قرر يكشف سر قوته لأول مرة وقال في الأول جدي كان دايما يقول لي ارفع أثقال، وساعتها ما كنتش فاهم ليه، لكن دلوقتي عرفت. الجسم كله لازم يبقى قوي، دراعاتك ترفع الدمبل، رجليك تشيل الدمبل، وكل عضلة في جسمك ليها دور. القوة الحقيقية بتبدأ من هنا. وساعتها ليمون بصت له بانبهار وقالت أنا كمان فهمت دلوقتي. المهم بقى بعد شوية هلس وضحك، فجأة بيظهر مستنير السماء ورئيس مجلس المواهب الشابة بنفسه وبيقول لماش تعال نلعب لعبة بسيطة. ماش رد عليه بكل هدوء لا يا عم أنا عايز أرتاح، لكن الراجل قال له أنا رئيس مجلس المواهب ومن حقي أختبر أي حد، ولو الاختبار ما عجبنيش ممكن ما تبقاش مستنير السماء أصلا، ولو قدرت تهزمني هتنجح في اختباري من غير أي أسئلة. اللعبة كان اسمها انظر وستخسر. القاعدة بسيطة جدا، لو أشرت على أي اتجاه وبصيت عليه تعتبر خسرت. اللعبة عبارة عن 3 جولات، ولو كسبتهم كلهم هتعدي الاختبار. وفعلا الجولة الأولى بدأت. مستنير السماء أشار لفوق لكن من غير ما يبص، وفجأة هجوم مرعب خرج من تحت الأرض، بالعافية قدر يتفاداه في آخر لحظة. الجولة الثانية كانت أصعب، الهجوم جه من اتجاهين في نفس الوقت، لكنه استخدم ذكائه وتجنبهم من غير ما يبص لأي ناحية. لكن لسه المفاجأة مخلصتش. مستنير السماء طلع سيف ضخم جدا متغطي بنار سوداء، أي حاجة السيف ده بيلمسها بتفضل تتحرق لحد ما تختفي. ومن غير ما يدي ماش فرصة هجم عليه على طول، والسيف بيقرب منه بسرعة رهيبة. في آخر ثانية ماش اعتمد على قوته وردة فعله، غرس رجله في الأرض وقفز لفوق من غير ما يطلع بره الدايرة. صحيح بص ناحية اليمين، لكن مستنير السماء اعتبرها تعادل، واعترف إن ماش بمستواه الحالي لسه هيكون صعب عليه يواجه مارغريت. بعد شوية راحة جاء أخيرا وقت الاختبار النهائي، مواجهة 1 ضد 1. قوانينها بسيطة، الماتش ينتهي أول ما واحد من الاثنين يستسلم أو يفقد الوعي. وأول مواجهة كانت ماش براندد ضد مارغريت ماكرون، لكن قبل ما يبدأوا القتال لازم ياكلوا الأول طبعا. ماش طلع فطيرة الكريمة المفضلة عنده، بينما مارغريت طلع جمبري مقلي. وبعد ما خلصوا أكل بدأت المعركة بجد. مارغريت بدأ من أول لحظة بتعويذة مرعبة قوتها توصل لمستوى مستنير السماء. ماش تفاجئ بالهجوم ومارغريت اندفع عليه بسرعة. ماش حاول يصد الضربة لكن قوتها كانت أكبر بكتير. وفجأة ماش اختفى. إيه اللي حصل؟ طلع مستخبي جوه حضن الأمان باستخدام سحر العمود الفقري اللي بيستدعي هيكل عظمي عملاق على هيئة مصارع روماني يحميه من أي هجوم. الماتش لسه ما خلصش. مارغريت طلع سليم تماما، لأن قبل ما يقع على الأرض عمل حاجز من الصوت امتص الصدمة كلها، ومن هنا القتال الحقيقي بدأ. مارغريت يهجم ضربة ورا الثانية ورا الثالثة، لكن ماش بيصد كل الهجمات بسرعة مرعبة. أول ما جاه يرد بضربته لقى عصاية مارغريت واقفة عند راسه. الغريب إن ماش ما كانش خايف على نفسه، كان خايف على فطيرة الكريمة اللي في جيبه. مارغريت ابتسم وقال له طول ما عندك حاجة خايف عليها عمرك ما هتقاتل بكل قوتك، حطها على جنب وتعالى نكمل. الجمهور كله على أعصابه. مارغريت بدأ يستخدم تعويض الصوت، لكن كان ناسي أهم حاجة، إن الصوت في الآخر مجرد موجات. ومع أول هجمة انفجرت ودن ماش وبدأ الدم ينزل، ومع ذلك مارغريت فضل يضرب تعويذا ورا الثانية، وماش مستحمل كل الضربات. وفي لحظة قرر مارغريت ينهي المعركة. استخدم أقوى تعويذة عنده، الأوركسترا، مجموعة ضخمة من الآلات الموسيقية وجهت كل طاقتها ناحية ودن ماش بقوة تكفي إنها تفتت الصخور. لكن استنى لحظة، إحنا كلنا عارفين إن ماش هو كمان يقدر يفجر الصخور. وفجأة ماش خرج من تحت الأرض كأنه رجع من الموت، ومفيش أخطر من واحد رجع من الموت. إيه اللي حصل؟ ببساطة قبل ما الهجمة الصوتية توصله كان حفر نفق تحت الأرض وهرب من الاهتزازات، ودلوقتي جه وقت كرة القدم. دماغ مارغريت بقت زي الكورة وماش بدأ يشوطه، وبعدها مسكه ونزل فيه ضرب بكل قوته.
الناس كلها اتصدمت من الوحشية اللي ظهرت من ماش، وحشية عمرها ما شافوها منه قبل كده. لكن حتى القوة دي ما كانتش كفاية. فجأة مارجريت وقف تاني وأظهر هيئته الحقيقية، وانفجر المكان كله بالطاقة السحرية. من اللحظة دي مارجريت بقى بيلعب بجد. وفي نفس الوقت وصلت أخبار خطيرة لديوان السحر إن إينوسنت زيرو بنفسه في الطريق، وهدفه الوحيد هو ماش. نرجع للقتال. مارجريت وصل لشكله النهائي، فرقع صوابعه واختفى. ماش حاول يضربه، لكن مارجريت ظهر فجأة وسط الجمهور، وبعدها نزل بسرعة وضرب ماش شلوت في وشه. الوضع بقى أخطر بكتير. في هيئته النهائية جسم مارجريت نفسه بيتحول لصوت، وده معناه إن أول ما يفرقع صوابعه يقدر ينتقل لأي مكان يوصل له الصوت. حرفياً بيتحرك بسرعة الصوت. امساكه من غير سحر شبه مستحيل. ضربة والتانية والتالتة وماش وقع على الأرض. مارجريت فرقع صوابعه مرة تانية وقال دي النهاية، لكن النهاية دي كانت النهاية بالنسبة له هو. ماش اكتشف نقطة ضعفه. بما إن الصوت بينتقل في الأجسام الصلبة أسرع من الهواء، حط إيده على الحائط وقدر يحس بحركة مارجريت قبل ما يظهر. ورغم إن رد فعل الإنسان له حدود، إلا إن ده كان كفاية. أول ما مارجريت ظهر، ماش كان مستنيه. مسكه وقال له تعال بقى، ورزعه في الأرض بكل قوته. الهجمة دي خلت مارجريت يطلع كل طاقته السحرية. المكان كله انفجر بالسحر، والاختبار الحقيقي بدأ. مارجريت استخدم أقوى تعويذة عنده، جرس الموت. خلال دقيقة واحدة هيطلق موجة صوتية تقتل أي حد يسمعها في دائرة قطرها كيلومترين. والطريقة الوحيدة لإيقافها إن ماشي ينتزع العصاية السحرية من إيده، يعني قدامه دقيقة واحدة بس، ولازم يمسك خصم بيتحرك بسرعة الصوت. المطاردة بدأت، لكن مارجريت كان سريع بشكل جنوني. فضل 10 ثواني. الجرس قرب ينفجر. هتعمل إيه يا ماش؟ لكن المستحيل بالنسبة لماش مجرد تحدي جديد. ضرب الأرض بكل قوته ورفع كتلة صخر عملاقة قفلت طريق الهروب. ما بقاش قدام مارجريت غير اتجاهين. اختار يهرب ناحية اليمين، وهو متأكد إن ماش مستحيل يمسكه. لكن في لحظة ماش قبض عليه وكسر العصاية السحرية بإيده، وبكده ماش كسب أصعب اختبار مر عليه، ومن غير ما يستخدم أي سحر. لكن زي ما دايما بيقولوا، الحلو ما بيكملش. فجأة الأرض كلها اهتزت، والسماء بدأت تتشقق، ومن وسط الشقوق ظهر الرعب الحقيقي. إينوسنت زيرو خرج بنفسه، وقبل ما أي حد يستوعب اللي بيحصل، أوقف الزمن كله ونزل قدام ماش مباشرة. وهنا اتكشفت أكبر مفاجأة في القصة. ماش براندد هو ابن إينوسنت زيرو، وإينوسنت جه بنفسه عشان يندمج مع ابنه ويكمل قوته ويوصل لأقوى هيئة ممكنة. لكن الموضوع مش هيكون بالساهل. مدير المدرسة تدخل فورا ووقف في وشه. والأغرب من كده إن ويلبرج كان الشخص الوحيد اللي قدر يتحرك جوه الزمن اللي إينوسنت زيرو وقفه. قبل ما كل حاجة تولع، كان واضح إن ده مجرد واحد شخصية جانبية بيحاول يثبت نفسه، لكن ويلبرج فوقه بسرعة ورجعه للواقع. أما إينوسنت زيرو فحلمه إنه يبقى الإنسان الكامل، قوة وجمال وخلود، حتى لو الثمن كان حياة ملايين البشر. طبعا ويلبرج مستحيل يسمح بحاجة مرعبة زي دي تحصل. وفجأة إينوسنت زيرو فعل سحره، والأرض اتشققت وبدأت الشياطين تطلع من كل حتة عشان تقضي على أي حد موجود. في نفس اللحظة ويلبرج نشر سحره، وقدر يحرر عدد قليل من الناس من تعويذة إيقاف الزمن، والكل دخل في مواجهة شرسة مع الشياطين عشان يحموا باقي الطلاب. وبينضم للمعركة 2 من مستنيري السماء، وكل واحد فيهم بيقاتل بكل قوته، لكن عدد الشياطين كان مهول. ويلبرج عارف إن المعركة دي لازم تبقى بعيدة عن الطلبة، فخطف إينوسنت زيرو ونقله لمكان تاني. لكن ده لوحده ما كانش كفاية. هنا ظهر سيل وار واستدعى كرة ضخمة مليانة أشواك مرعبة. الغريب بقى إن الشياطين ما كانتش بتهاجم ماش خالص، وده خلى الموضوع يبان كأن ماش هو قطعة الجبنة الوحيدة، والباقي وقعوا في المصيدة زي الفيران. أما ماش فما استناش لحظة، خرج من ساحة القتال على طول، وسيل وار افتكر إنه بقى في أمان فوق البرج. لكن ماش بكل بساطة بدأ يكسر البرج حتة حتة لحد ما الاتنين اتقابلوا من جديد. وفي الوقت ده باقي الأبطال كانوا بيحاولوا يوقفوا زحف الشياطين، لكن عددهم كان أكبر بكتير من إنهم يسيطروا عليهم. وفجأة وسط الفوضى دي كلها ظهر طفل رضيع. دوت حاول يهجم عليه، لكن اتصدم إن سحره اختفى تماما. السبب لأنه تحول لطفل هو كمان، مع إن دوت واحد من أخطر المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام. ملقاش قدامه غير إنه يجري يطلب المساعدة من لانس، لكن المفاجأة إن لانس هو كمان اتحول لطفل، وبكده الاتنين بقوا في ورطة كبيرة. لكن لانس أثبت إنه مرعب في أي هيئة. هجم على عدوه بكل قوة ورزعه في الأرض، وحتى وهو طفل سحره كان لسه قوي جدا، وبعدها رجع لشكله الطبيعي من جديد. وفي نفس الوقت كان ريو واحد من مستنيري السماء في طريقه عشان يساعد ويلبرج. وهنا أخيرا بنعرف السر الحقيقي وراء قوة ويلبرج وإينوسنت زيرو. الاثنين كانوا تلاميذ لأقوى ساحر في التاريخ، الساحر الأسطوري آدم، وكانوا أفضل تلميذين عنده. وفي نهاية المشهد إينوسنت زيرو شال الغطاء اللي كان مخبي وشه. والمفاجأة كانت صادمة،
لأنه ما كانش عنده وش أصلا ولا ملامح ولا حتى عينين. فجأة وشاه اتغير بالكامل وبقى شكله صغير جدا في السن، لكن جواه جشع عمره ما بيشبع وقلبه أقسى من الحجر. بص لوالبرج وقال: النهاردة عندي هدفين، آخذ ابني ماش وأقتلك يا والبرج. وفي ثانية واحدة أطلق تعويذة محرمة مرعبة. على الناحية التانية كان ماش سرحان شوية، وسيل وور استغل الفرصة وبدأ يهجم عليه وهو بيقول: أول ما أخلص منك هروح أقتل صحابك كلهم. وفجأة أمطروا بوابل من هجمات الكربون، لكن ماش جري ناحيتها من غير أي خوف. وكل ما سيل وور يزود الهجمات ماش كان بيقرب أكتر لحد ما وصل له وداله لقمة قوية نزلت في بطنه. ولو فاكرين آخر مرة، ماش كان بيعتمد على إنه يتأقلم مع الضربات أثناء القتال، لكن المرة دي الوضع مختلف لأنه بقى يحفظ نوع السحر اللي بيواجهه. حتى لو نسي الشخص اللي قدامه عمره ما هينسى السحر بتاعه، وعلشان كده قدر يوصل لسيل وور أسرع من أي مرة فاتت. وقبل ما نرجع لمعركة والبرج ضد إينوسنت زيرو، عرفنا إن كان ليهم معلم أسطوري اسمه آدم جوبز. الراجل ده كان أقوى ساحر في عالم السحر، وهو اللي ابتكر تعويذات السحر وطورها وأنشأ مدارس تعليم السحر، وكمان أسس ديوان السحر. وبرغم القوة والهيبة دي كلها كان بيعامل الناس اللي ما عندهاش سحر على إنهم بشر زي أي حد، وكان شعاره دايما: القوي لازم يساعد الضعيف. وده كان أهم مبدأ علمه لتلاميذه الثلاثة ومن بينهم وولبرج. ودلوقتي إينوسنت زيرو بيستخدم جثة معلمه علشان يقضي على وولبرج بمساعدة نيكروسمانس، وإينوسنت زيرو مستعد يعمل أي حاجة علشان يحقق أهدافه. وبالفعل استخدم سحر معلمه، أقوى سحر في العالم، سحر الظلام. في اللحظات دي وولبرج افتكر كلام معلمه: الناس اللي ربنا لها قوة ومكانة واجبها تحمي الضعفاء. زمان وولبرج ما كانش فاهم معنى الكلام ده، لكن النهارده استوعبه بالكامل، وبكل هدوء صد ضربة معلمه. لكن نيكروسمانس هجم مرة تانية، وكانت المشكلة إن وولبرج ما ينفعش حتى يلمس هجماته، لأن أي حاجة تلمس سحره بتختفي فوراً في الفراغ. ومن غير أي مقدمات نيكروس أطلق أقوى تعويذة عنده، أفعى الظلام. لكن المفاجأة كانت صادمة، وولبرج صد سحر الظلام بكل سهولة. نيكروس حاول يهجم مرة ورا الثانية لكن مفيش أي فايدة. وولبرج كان بيصد كل هجوم بمنتهى الثبات وكأنه متحكم في مجريات المعركة بالكامل. وفجأة ذراع نيكروس اختفى، ودي كانت قوة وولبرج الحقيقية، سحر الفضاء، وهو نفس السر اللي خلاه يصد سحر الفراغ بكل سهولة. نيكروس ما استسلمش ورمى تعويذة أقوى من اللي قبلها، لكن وولبرج صدها بمنتهى السهولة. هنا نيكروس اتجنن من الغيظ وقرر يستخدم أقوى تعويذة سحرية عنده، لكن اللي حصل كان صادم. وولبرج اكتفي بابتسامة بسيطة، وبلحظة واحدة صد الهجوم بالكامل، وبعدها نيكروس اختفى وكأنه ما كانش موجود. في نفس الوقت الناس اللي في ساحة القتال كانوا بيحاولوا يواجهوا الشياطين، لكن عددهم كان مرعب. كل ما يقتلوا مجموعة تظهر مكانها مجموعات أكتر. أما ماش فكان لسه واقف قدام سيل وور، والقتال بينهم وقف شوية. ماش سأله: إينوسنت زيرو عايز مني إيه؟ سيل وور رد وقال: في سحر محرم اسمه سحر بناء الجسم. السحر ده بيصنع قلب خارق، لكن لازم ياخد 6 قلوب من أقرب أفراد العيلة. وببساطة أنت اتخلقت علشان إينوسنت زيرو يبقى الإنسان المثالي. المفروض الكلام ده يهز أي حد، لكن ماش عمل أغرب حاجة ممكن تتخيلها، ساب المعركة كلها ودخل نام شوية. ولما صحي اكتشفنا إن السيل وور معمول من دم إينوسنت زيرو، أو بالأصح اتخلق مخصوص علشان ينفذ خطته. سيل وور فضل يهينه ويقول له: أنت مجرد حثالة وحياتك ملهاش أي قيمة. لكن قبل ما يكمل كلامه ماش اداله لقمة قوية في وش طيرته بعيد، ووقف بكل هدوء وقال: وريني بقى أقوى حاجة عندك. سيل وور فهم إن مفيش هزار، ففعل القوة الكاملة لعصاه السحرية باستخدام الخط الثالث، وأطلق وابل رهيب من شفرات الألماس فائقة السرعة، شفرات تقدر تقطع أي حاجة تلمسها. الهجمات كانت بتيجي من كل اتجاه، لكن ماش كان بيتفاداها كلها بصعوبة شديدة. وسيل وور لسه مخلصش. جمع كرة عملاقة من الألماس الأسود، وكانت كفيلة إنها تبيد كل اللي موجودين في المنطقة، وفي نفس الوقت كمل هجومه بالشفرات. وفجأة ماش عمل حاجة محدش كان يتوقعها، هرب. أول مرة في حياته يبان إنه بيهرب من خصمه، أو ده اللي سيل وور افتكره. لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. في لحظة واحدة ماش ظهر واقف ورا سيل وور، لأنه لف حوالين المدرسة بسرعة خرافية، وخرج برا نطاق مراقبة الشفرات ووصل لخصمه من الخلف في حركة عبقرية. بس الحلو ما بيكملش، الشفرات كانت خلاص هتخبط في ماش، وسيل وور كان فرحان جدا واقف يدوس على دماغه وهو متأكد إنه كسب. وفجأة إيه ده؟ ماش قام ولا كأن حصل له أي حاجة، وراح جايب فطيرة بالكريمة وقعد يحطها على وش سيل وور لحد ما تخنق ووقع مغمى عليه. ثانية بس، ده اللي حصل بجد؟ لا، ده كان مجرد حلم سيل وور وهو بيفقد وعيه. أما الحقيقة فكانت أعظم بكتير. قبل ما الشفرات توصل لماش بلحظة، ماش انقض على سيل وور وخنقه بقوة مرعبة لحد ما فقد الوعي. وأول ما أغمي عليه
سحره اختفى في الحال، والألماس الأسود اتكسر، وبكده ماش أنقذ كل طلاب المدرسة ومدرسة إيستون من موت محقق. وفي نفس الوقت كان رايو مستنير السماء ومعاه كايسي الموظف في ديوان السحر لسه في الطريق لمدرسة إيستون. حرفياً خدوا حلقتين كاملين عشان يوصلوا، لكن أول ما قربوا حصل شيء غريب جداً. كايسي وقف فجأة في الهواء من غير أي مقدمات لأنه دخل منطقة تأثير سحر إينوسنت زيرو واللي بيوقف الزمن بالكامل. أما رايو فقدر يقاوم التأثير بفضل قوته السحرية الهائلة. ولما وصلوا المدرسة لقوا كادو وورتر الاثنين من مستنيري السماء بيدوروا على ماش، لكن المفاجأة إنهم لقوه قاعد بكل هدوء بعد ما هزم سيل وور وبيأكل بكل برود وكأن مفيش أي حاجة حصلت. لكن لسه محدش يعرف مكان وولبرج ولا إينوسنت زيرو، فقرر ماش يطلع يدور عليهم بنفسه. في الوقت ده مستنيرو السماء حاولوا يستجوبوا سيل وور، لكن فجأة حد استخدم سحر الانتقال وخطفه من قدامهم، وده أكد إن في تابع تاني لإينوسنت زيرو مستخبي قريب. أما باقي مستنيري السماء فكانوا محاصرين داخل المدرسة لأنهم ما يقدروش يسيبوا الطلاب لوحدهم، وفي نفس الوقت ما ينفعش يتحركوا بتهور. وفي السماء كانت المعركة الأسطورية بين وولبرج وإينوسنت زيرو مستمرة. إينوسنت زيرو فعل سحر إيقاف الزمن، لكن وولبرج استخدم سحر الفضاء وانتقل في لحظة ووجه له ضربة قوية، إلا إن إينوسنت زيرو قدر يهرب منها بسهولة. بعدها استخدم سحر تسريع الزمن على وولبرج، وبدأ نصف جسم الرجل العجوز يشيخ بسرعة مرعبة. لكن وولبرج ما استسلمش وقرر يستخدم واحدة من أخطر تعاويذه، فقطع الفضاء اللي حواليهم بالكامل. ومع ذلك إينوسنت زيرو قدر يفلت مرة تانية. واضح جدا إن المعركة لسه في بدايتها، لكن فرق القوة بين الاثنين مرعب، وإينوسنت زيرو استعد يطلق هجوم جديد أشد من أي حاجة حصلت قبل كده. المرة دي دراع وولبرج اختفى بالكامل. في اللحظة دي يفتكر أيام زمان لما كان طفل ضعيف ومريض وما كانش عنده أي أصحاب، لكن كان فيه شخص واحد عمره ما سابه لوحده وهو آدم جوتس، كان بيزوره في أي وقت وتحت أي ظرف. في يوم وولبرج سأله: أنت ليه بتتعب نفسك عشاني؟ آدم رد بكل بساطة: ما ينفعش أسيبك لوحدك. الكلمة دي غيرت حياة وولبرج كلها. فهم إن الحياة مش إنك تعيش لنفسك وبس، لكن إنك تساعد الناس اللي حواليك. ومن هنا قرر يستخدم أخطر تعويذة عنده، تعويذة ممكن تقتله هو شخصيا لأنه الشخص الوحيد اللي قدر يوصل للمرحلة الثالثة من سحر الفضاء. وليبرج فعل سحر الفضاء الثالث واستدعي أقوى وحش أورانوس. إينوسنت زيرو حاول يوقف الزمن تاني، لكن سحر الفضاء كان أقوى. في المرحلة الثالثة أي سحر بيتوجه ناحية وولبرج بيتناقل لمكان تاني فورا. وولبرج بدأ يحضر آخر تعويذة كفيلة إنها تنهي إينوسنت زيرو للأبد، لكن فجأة الوقت وقف. إينوسنت زيرو قدر يوقف الزمن داخل الفضاء اللي واقفين فيه، وبدأ يوجه لوولبرج ضربات كافية إنها تقتله. الغريب إن التعويذة ما وقفتش، السبب إن العصاية السحرية هي اللي كانت متحكمة في السحر، ولما بتتشحن بطاقة سحرية كفاية بتكمل شغلها حتى لو الساحر نفسه مات. وولبرج كان مخزن كل قوته السحرية من البداية لأنه كان ناوي يضحي بنفسه عشان يحمي كل الضعفاء في عالم السحر، الناس اللي بتأذى من غير أي ذنب. وفعلا التعويذة بدأت تنور السماء، لكن في آخر لحظة إينوسنت زيرو قلب التعويذة عليه وأطلق وابل ضخمة من الأسهم. وولبرج صد معظمها، لكن سهم واحد اخترق صدره. عصايته وقعت من إيده وهو وقع بعدها مباشرة. إينوسنت زيرو مسكه وقال له: أنت قوي يا وولبرج، بس أنا أقوى منك بكتير، أنا بعيش لنفسي ومحدش هيقدر يوقفني. ورفع السهم ناحية راسه، وقبل ما يضرب ماش ظهر فجأة وداله ركبته الشهيرة في وشه. إينوسنت زيرو رجع وقف كأنه ما حصلش حاجة وقال: يلا يا ماش تعال معايا أو هاخدك بالعافية. وبسبب قدرة إعادة التشكيل البدني قدر يسرق قوة وولبرج وعصايته السحرية وضرب هجوم أقوى حتى من هجمات وولبرج نفسه. ماش فضل يهاجمه بكل قوته لكن من غير فائدة، وكان هيموت بمعجزة. وفجأة إينوسنت زيرو نفسه بدأ يتألم لأن قوته السحرية كانت أكبر بكتير من اللي جسمه يقدر يستحمله، وعلشان كده كان محتاج جسم ماش، أو بالأصح قلب ماش، لأنه الوحيد اللي يقدر يتحمل القوة دي. ساعتها قال له: أنت مجرد جزء من خطي يا ماش، واحد من مكوناتي عشان أبقى الإنسان المثالي. البشر اللي زيك ما ينفعش يعيشوا من غير سحر. وراح يضرب وولبرج، لكن ماش أنقذه في آخر لحظة. بعدها إينوسنت زيرو قرر ينسحب، لكن قبل ما يمشي جمع كل الشياطين اللي تهزمت ودمجهم في شيطان عملاق مستعد يدمر أي حاجة قدامه. في نفس الوقت وولبرج فقد كل قوته ووقع من ارتفاع شاهق، لكن راي وصل في آخر ثانية وأنقذه قبل ما يلمس الأرض، وبعدها جري بسرعة عشان يحمي المدرسة. الوقت رجع يتحرك تاني وكل الناس فاقت، ويا ريتهم ما كانوا فاقوا لأنهم شافوا أضخم شيطان بيهاجم المدرسة والصخور بدأت تقع على الطلبة. لانس استخدم سحر الجاذبية العكسية وأنقذهم، ومارغريت كسر الصخور. لكن المشكلة إن الوحش كان محصن ضد السحر بالكامل، وده معناه إن مستخدم السحر اللي أنقذ السيل وار لسه موجود. الأبواب كلها اتقفلت ومبقاش فيه أي أمل. وفجأة
الشيطان وقف مكانه. الكل استغرب. مين يقدر يمسك وحش بالقوة دي من غير سحر؟ الإجابة كانت ماش كان ماسك الوحش بقوته العضلية فقط، وإيده بتنزف من شدة الضغط. في اللحظة دي الناس أخيرا الحقيقة، سواء كان بيعرف يستخدم السحر أو لا، فهو بيحارب عشان يحميهم. ولأول مرة الكل بدأ يتقبله. الشاب اللي من غير سحر عمل اللي ولا أعظم السحرة قدروا يعملوه. وبكل قوته شد الشيطان ورماه ناحية الجبل وكأنه بيرمي لعبة صغيرة. وبعد كل اللي حصل رجع ياكل فطيرة الكريمة بكل هدوء. بعد الحادثة انتشرت إشاعات كتير، والناس افتكرت إن مستنيري السماء هم اللي قضوا على الشيطان، لكن مش وحده كان عارف الحقيقة. بعدها شفناه على الشاطئ بيقضي إجازته، وأصحابه لسه مش مصدقين إنه ابن إينوسنت زيرو. وهناك ظهر مدير المدرسة وقال لهم طول ما إينوسنت زيرو عايش مش عمره ما هيعيش في سلام. الموضوع بقى أصعب لأن إينوسنت زيرو مش معاه سحر إيقاف الزمن بس، ده كمان معاه سحر الفضاء وسحر الظلام والسحر المحرم. ببساطة ده أقوى ساحر عرفه عالم السحر، والخمسة اللي معاه كل واحد فيهم من أقوى السحرة في العالم. الكل حس إن هزيمته بقت شبه مستحيلة، لكن الشخص الوحيد اللي ممكن يوقفه هو ماش، لأن قوته الجسدية قادرة تكسر أي نوع من السحر. ماش قاطعهم وقال بكل ثقة العضلات نسبة فوزها 100%. لانس بصل وقال حلو الكلام، بس الامتحانات النهائية قربت ولو سقطت هتترفد من المدرسة. ماش بدأ يذاكر، لكن درجاته كانت كارثية، واتصدم أكتر لما عرف إن داود كمان نجح. أصحابه قرروا يعلموه غصب عنه وقعدوا يحشروا المعلومات في دماغه لحد ما حس إنها هتنفجر. ولما زهق نط من الشباك وهرب. فين راح يدور عليه؟ ولقاه مستخبي في الأرض زي النعامة. مسكه وقال له ماش الحقيقي ما بيهربش من الوحوش، هتهرب من شوية مذاكرة؟ الكلام أثر فيه، فرجع يذاكر من جديد ليل ونهار، وفطيرة الكريمة ما فرقتش بقى. وجاء يوم الامتحان، وبعد إعلان النتيجة المدرسة قالت له يا ماش طول عمرك أفشل طالب في الفصل، لكن رغم إن درجاتك ضعيفة نجحت بالعافية. لكن فجأة دخل واحد من الجمهور وكشف إن ماش ما بيعرفش يستخدم السحر، وإن المدرسة كانت مخبية الحقيقة. الناس كلها ثارت وبدأوا يطالبوا بإعدامه. وسط الفوضى ليمون وقفت قدامه وقالت إيه اللي مضايقكم في واحد مش بيعرف يستخدم السحر؟ بالنسبة لي مش بطل. الكلام ده عصبهم أكتر، ودو طلع وقال استنوا، أنا مدير أعمال ماش وعنده رسالة ليكم. وبكل برود قال تبا ليكم كلكم. الناس اتجننت، وواحد رمى طوبة على ليمون، لكن ليمون وقفت وقالت لو عايزين تقتلوا حد اقتلوني أنا، لكن ماش عمره ما كان شخص مؤذي. الفوضى زادت والناس بدأت ترمي طوب وتحرق المكان، وفجأة ماش مسك كل الطوب في الهواء وكسر القفص السحري اللي تحبس فيه بكل سهولة. وبعدها مسك الساحر ورماه لفوق، ولما نزل حبسه هو جواه. وبص للناس وقال بثبات أنا فعلا ما بعرفش أستخدم السحر، لكن هل ده منعني إني أحميكم؟ في اللحظة دي ظهر مدير المدرسة وهدى الجميع وقال الحكم النهائي على ماش هيكون بعد الامتحانات، لحد ما الوقت ده يجي اصبروا. وهكذا بقى قدام ماش طريق واحد بس، إنه ينجح في الامتحانات مهما كانت الصعوبات اللي هتقف في طريقه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تكونوا أول من يعرف كل جديد من عالم الأنمي الممتع.